القعدة الرايقة النهاردة هتكون حلقة أخيرة قبل التوقف اللي هيحصل فترة راحة صغيرة. هيكون فيها تحضير لحاجات جامدة جدا إن شاء الله في الفترة اللي جاية، وهيكون بإذن الله في موسم تاني من بودكاست قعدة الرايقة مع أحمد هيثم. أنا حابب في الأول أشكر كل الضيوف اللي شرفوني في الموسم الأول. أول بنج محمد علي، اسلام حمادة، سامح بركات، محمود الكومي، حمودة، طارق هلداوي. كل الضيوف دول شرفوني ونوروني، وفي ناس انا كنت عارفهم وكانوا صحابي وانبسطت بالقعده معاهم، وفي ناس انا اتعرفت عليهم بسبب البودكاست ده. ده بالنسبه لي كان شرف كبير، سواء اتفقنا او اختلفنا، لكن ده ما يمنعش ان انا بحترمهم وان هم نوروني في البودكاست، وكانت القعده معاهم حقيقي قعده رايقه. لكن بما ان النهارده الحلقه الاخيره من الموسم الاول، فكان لازم ولا بد وحتمي ان يكون معايا ضيف مميز في حلقه مميزه. فانا اتشرف بوجود المحرر من اوائل الناس اللي اتكلموا في محتوى التوعيه الخاصه بالرجال. معايا الاسطوري الايقوني، وهو ايقونه في حد ذاتها، النجم الجن، اسمه على مسمى احمد جن. حبيبي عامل ايه يا يا جن؟ هيثم، الحمد لله حبيب قلبي. انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا زي الفل. انا بتشرف ان انت معايا النهارده في الحلقه الاخيره. حلقه هتكون مميزه جدا، مميزه لأن مش بس لان هي الاخيره، لكن مميزه بوجود جن معايا. الله يخليك يا هيثم. انت حبيبي وانا شرف ليا ان ابقى موجود معاك و... وانت يعني بصراحه من احسن واجدع الناس اللي انا اتعرفت عليها في المجال ده بامانه الله يعني. شرف ليا، فشرف ليا وانا والله. بعتز من ان انا بدات اصلا المحتوى ده ان انا اتعرفت عليك. الله دي حقيقه يخليك، الله والله، يخليك يا هيثم. وانت عارف ده مش قدام الكاميرا يعني. عارف والله يا حبيبي، الله يا هيثم، الله يا هيثم. احب ابدا معاك من الاول. الناس دايما بتشوف جن على الفيسبوك شويه، بعدين على التليجرام شويه، بعدين اختفاء شويه. بس انا عايز ارجع للموضوع من الاول. كانت ايه البدايه؟ امتى بدات في المحتوى ده؟ وكان ايه الدافع اللي خلاك تبدا؟ انا بدات الكلام ده في 2021. تمام. كنت موجود على يعني الجروبات بتاعت التوعيه الذكوريه، كنت موجود عليها. من اوائل الناس اللي ابتدت اصلا موضوع الجروبس اللي هي بتبقى موجوده على الفيسبوك وكده. كنت ادمن يعتبر في كل الجروبات اللي تتخيلها. اكبر جروبات توعيه في الشرق الاوسط حرفيا كنت ادمن فيها، كنت من المؤسسين. يعني في الفتره دي 21 ما كانش اظن فيه غيري انا وابو كرتونه. يعني ابو كرتونه بدانا نتعرف برضو على بعض في الفتره دي. كنت انا وهو بس اللي بنتكلم. انا كان ليا صيغه ومدرسه، هو ليه صيغه ومدرسه. تعرفنا على بعض وبتاع، كنا احنا يعني اول ناس في الموضوع ده. بعديها يعني بكام شهر في 2021 طلع الموضوع بتاع القايمه. بدانا ان احنا برضو يعني نقول مخاطر القايمه. يعني لو انت تقدر النهارده ان انت تجهز نفسك ومواضيع اللي انت عارفها، يعني جهز نفسك وان انت ما تمضيش قايمه. لكن لو انت يعني ما عندكش المقدره تقدر تكتب لها الحاجه اللي هي جايباها، يعني ده حقها، فمفيش مشكله يعني. ف يعني كنا اول الناس نتكلم في المواضيع دي. لكن هو الموضوع يعني كنت اظهر شويه اختفي شويه. يعني لاسباب خاصه بحياتي، ان انا يعني كنت بشوف حياتي، كنت بشوف شغلي. آه، احاول اطور من نفسي، انت فاهم، اللي هو على مجال شغلي، حياتي الخاصه بتاع. يعني كنت طبيعي ابقى موجود شويه اختفي شويه كده يعني. قعدت اقدم المحتوى ده. يعني ممكن نقول على مدار مثلا 5 سنين 6 سنين. تمام. طبعا كنت مش هكدب عليك يعني. انا كنت بقدم المحتوى ده مجاني. بمعنى ايه مجاني؟ يعني انا يعني مش عايز والله، ده طبعا الفضل لربنا. احنا غيرنا حاجات كتير قوي 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 في موضوع التوعيه. لو كانوا بيتكلموا ان في ثقافات بتجيلنا من الغرب والثقافات دي هي بتاثر علينا واحنا واخدينها كوبي بيست من الغرب ومنزلينها كده، لا ده ما حصلش. لان الغرب ما فيهوش حاجات كتير موجوده في وطننا العربي. فاحنا الحمد لله عدلنا حاجات كتير قوي وضفنا حاجات كتير وعملنا ابحاث كتير يعني الحمد لله خدنا الموضوع في حتة تانية بعيدا عن يعني الغرب ومشاكله. لان احنا عندنا مشاكل من نوع تاني يعني. بس فالموضوع يعني قعد زي ما بقول لك، قعدت 6 سنين او 5 سنين بقدم القصة دي لحد فاهم ما قررت. طبيعي انت في الفترة دي بتقابل ناس مؤيدين ومعارضين، ده طبيعي. وانا ما عنديش مشكله مع المعارضه، يعني انا ما عنديش مشكله ان حد يعارضني، بالعكس عارضني ونتناقش ومفيش مشكله. بس انا لقيت الموضوع بيروح في سكك تانية بصراحه، يعني اللي هو ممكن مثلا
يخليك مثلا ايه يعني، يبقى في اهانات. انا ما اقبلش على نفسي كده. فخلاص انا قلت انا من النهارده هيبقى ليا مجتمع، المجتمع ده هيبقى مجتمع مدفوع باشتراكات شهريه. اللي حابب يسمعني وعارف انا مين كويس وعارف انا بقول ايه، يتفضل يجي عندي يشترك، واهلا وسهلا بيه. غير كده خلاص، موضوع ان انا يعني المعلومات اللي بتطلع من عندي او الحاجات اللي انا عاملها او الدراسات اللي انا عاملها او الابحاث اللي انا عاملها، انها تطلع كده للناس كده، ما بقاش يحصل بصراحه بسبب اللي انا شفته، مش عشان حاجه. طبعا انا كنت بقول لك بعمل الموضوع ده 5 6 سنين، قسما بالله ما كنت مستني من حد حاجه حرفيا. بس انا لقيت الموضوع مش يعني، عارف اللي هو ايه، الناس ما بتقدرش، فاهم؟ فقلت خلاص، اللي بيقدرني واللي بيحب جن هيجي يقعد يسمعني، اللي عايز يستفاد مني هيجي يقعد يسمعني، هيشترك معايا. يعني مشيت الموضوع كده. فده من البدايه. ده كان اشتراك رمزي، ما اعتقدش ان انت حاطط مبلغ اشتراك ضخم. رمزي، اشتراك رمزي حرفيا. يعني انت النهارده، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت لو حرفيا بتروح تشتري مثلا حاجه او بتعمل حاجه يعني بسيطه، انت هتدفع اكتر من كده بكتير في مقابل ان انت حرفيا بتقعد. وعلى فكره هو الموضوع مش يعني، انا عندي في المجتمع هو الموضوع مش قصه توعيه بس، لا. يعني هو الموضوع فيه كذا. يعني احنا بنتكلم في كذا حاجه، بنتكلم في التوعيه، في العلاقات، بنتكلم في البلاك بيل، بنتكلم في الحتميه النفسيه، بنتكلم في الحتميه الجينيه، بنتكلم في حاجات تخص الخطوبه، حاجات تخص الزواج، بنتكلم في الماني بيل، بنتكلم ازاي ان انا النهارده اسس كادر مجتمعي يقدر يقدم للناس قيمه فعلا حرفيا، فاهم؟ فبنتكلم في حاجات كتير يعني. فهو الموضوع مش توعوي بس بالعلاقات، فاهم؟ يمكن في عندك ممكن نقول بنسبه 60% شباب بتخش عشان الموضوع ده، بيبقى عايز يعني عنده اسئله، انت فاهم، بيبقى عنده اسئله ملهاش اجوبه عنده، فهو بالتالي او بالتبعيه بيخش عندي عشان يبتدي يفهم اسس التحليل المنطقي للعلاقه اللي كان فيها. انت فاهم قصدي؟ يعني مثلا انا كنت معاها كويسين والدنيا تمام، بعد كده حسيت ان هي بدات يحصل عندها نوع من انواع النفور، فممكن تفهمني انا عملت ايه؟ فانا ببتدي اعرف منه مثلا تفاصيله ايه، ايه اللي حصل، كلامكم كان عامل ازاي اخر فتره، طب في العادي ازاي، وببتدي يعني امسك الموضوع احلله تحليل منطقي وموضوعي وواحده واحده، فابتدي اجاوب له على الاسئله اللي هو مش لاقي لها اجابات. وهو ده التحليل زي ما بنقول التوعوي في العلاقات. تمام؟ طيب، ده بنسبه 60%. في شباب تاني بتخش كلايف ستايل، هو عايز مثلا صحته تبقى احسن. عندي كورس اسمه كورس التصعيد. انا من وجهه نظري وبوجهه نظر الناس اللي اشتركت في الكورس وموجودين، وكل الحاجات دي الحمد لله موثقه، يعني الحمد لله، يعني من افضل الكورسات اللي انت ممكن تحصل عليها في حياتك حرفيا. آه، يعني عندي كذا حاجه، المجتمع الحمد لله مليان في محاضرات كتير، والمحاضرات بتبقى مسجله. بس هو ده المجتمع يعني انت لو وهي دخلت دي القصه. دلوقتي على المحتوى بتاع جن هتلاقي القديم موجود، مش هيفوتك حاجه. لا، القديم موجود من اول ما ابتدينا المجتمع لحد اللحظه اللي بكلمك فيها. مم. دي حاجه جميله جدا، ان انا اخش مش هيفوتني اللي قبلي لا عارفه، لا لا. فهندمج في المجتمع ده بشكل اسرع بكتير. تمام. طبعا انا هسيب لينك المجتمع جن وكورس التصعيد في الديسكربشن، اللي حابب يخش هيلاقي التفاصيل تحت في الديسكربشن. خلينا نسالك سؤال مهم جدا، الا وهو، هل انت دلوقتي بتقول بدات من 2021، تمام. كان ايه الوضع وقتها وبعد سنين من التوعيه وبعد ظهور الناس مثلا زي ما انا ظهرت وفي ناس كتير ظهرت زي اللي طلعوا معايا في البودكاست من اول حلقه؟ شايف الوضع الاول قبل ما تبدا كان عامل ازاي، وبعد ما انت بدات كان عامل ازاي، وبعد ما الموضوع بدا معانا احنا كمان بقى ايه الوضع دلوقتي؟ الموضوع في الاول كانت الناس لسه مش فاهمه يعني ايه دراسه سيكولوجيه الانثى في العلاقه، هي مش فاهمه. بس اللي كان بيسمع الكلام يقول لك ايه، يقول لك ده بالظبط نفس اللي حصل معايا. مم. يعني مثلا لو جبنا حاله بعينها والحاله دي قعدنا ندرسها، مثلا حاله مثلا خطوبه، الخطوبه دي حصل فيها مثلا يعني كانت خطوبه عن حب او حصلت فيها مشاكل او فببتدي مثلا اقول له انت غلطت، يعني الناس اللي خطبت وحصل معاهم ال واحد اتنين تلاته اربعه، فتلاقي واحد جاي يقول لك ده اللي حصل معايا بالظبط، مم. ده فعلا نفس اللي انا كنت بعمله. يعني ده اللي انا كنت بعمله مع خطيبتي، انا غلطت فعلا في واحد اتنين تلاته اربعه.
فالموضوع بدا ياخد المنحنى ان الناس بدات او الرجاله بدات تنجذب للقصه دي وتشوف ان الكلام منطقي، لان خلي بالك هو يعني الموضوع مش عبثي خالص، الموضوع داخل فيه علوم كتير، علم نفس، علم اجتماع، علم الفراسه، داخل فيه علم يعني في علوم كتير حرفيا موجوده. فهو الموضوع مش عبثي، بالعكس انت بتدرس سيكولوجيه الست في العلاقه، يعني انت بتبقى فاهم انت لما بتعمل كده بيحصل ايه، انا لما بكلمها بالطريقه دي بيحصل ايه، انا لما بقدم لها حاجه والحاجه دي مثلا انا ما يعني في العموم، يعني انا مش عايز اخش في تفاصيل، بس انت بتدرس سلوك الست. خلينا نتكلم باريحيه شويه، سلوك الست في العلاقه مقابل، يعني هي مثلا لو انت بتقول مثلا او انت مثلا ليك فعل معين، هي رد فعلها كذا، طب الرد الفعل ده بناء على ايه؟ انا بقول لك رد الفعل ده بناء على ان انت عملت واحد اتنين تلاته اربعه. طب هي انتقائيه ليه؟ عشان واحد اتنين تلاته اربعه. طب هي طبيعتها ايه؟ عشان واحد اتنين تلاته اربعه. فالموضوع متشعب وكبير، بس انا بقول يعني انا عايز اوصل للرجاله معلومه. الاداه التوعويه في العلاقات مع الستات انت لازم تبقى معاك. ليه؟ شئت ام ابيت، احنا دلوقتي يعني في حقبه زمنيه، خلينا واضحين، انا مش هكذب يعني، وانا ما بكذبش على حد. على فكره المجتمع عندي بيبقى قايم على الصراحه جدا جدا جدا، ما بكذبش وما اعرفش ازوق الكلام، وما بعرفش اللي جاي لي ارضيه باللي هو عايز يسمعه. لا، انا هقول لك الحقيقه وانت حر. تمام؟ انا فقط اداه تحليليه، يعني انا اداه تحليليه لفهم اللي انت عايز تفهمه بس. احنا في حقبه زمنيه مش احسن حاجه، الاخلاق فيها متدنيه، خلينا متفقين. الحلو فيها، الحلو موجود، يعني خلينا متفقين ان الحلو هيفضل موجود، ومش كل الناس وحشه، و... وانت لو سعيت ودورت هتلاقي الكويس، ولكن يعني خلينا نقول الاكتر الاخلاق متدنيه. انت النهارده معلش لما بتيجي تفتح صفحه وزاره الداخليه بتلاقيهم ماسكين حرفيا كام واحده بتعمل تيك توك خارجه او بتعمل حاجات منافيه لقيم المجتمع. كتير صح. جدا، صح. طيب، ممكن تقول لي الظاهره دي ظهرت او بقت موجوده ليه؟ مفيش اخلاق، مفيش قيم، مفيش تربيه. طبيعي النهارده انا معايا تليفون، فالتليفون ده بيوديني في مكانين، يا مكان بيفيدني او مكان ان انا بقدر امسك التليفون ده اقرا منه معلومات كويسه، اقدر اثقف نفسي، اقدر ان انا اتعلم منه حاجات، اقدر ان انا اكسب واشتغل واكسب منه فلوس، يا اما هيوديني في السكه التانيه اللي انت عارفها، اللي الناس كلها عارفاها. الناس دي ظهرت ليه؟ مفيش اخلاق، مفيش تربيه. طب ما طبيعي مفيش اخلاق ومفيش تربيه، بالتبعيه هيأثر على الجيل اللي طالع او البنات اللي طالعه او. فانا النهارده كراجل بسعى للحلال، بسعى ان انا زي ما بطور نفسي في شغلي يبقى عندي حياه زوجيه مستقره، حياه زوجيه كويسه، انا لازم يبقى معايا الاداه دي، لان الاداه دي بتقدر ان هي تفهمني سلوك الست عامل ازاي في العلاقه، سيكولوجيتها. انا بدرس حرفيا، انا بعمل فعل ما رد فعلها ايه. تمام؟ فانا شايف ان الموضوع يستاهل، شايف ان الموضوع ان انت، وانا والله مش يعني، انا بجد بقى اللي عارفني عارف ان انا والله مش بعمل، مش بسوق لنفسي، وبالعكس انا عايز اقول لك كل الناس او اغلبيه الناس حرفيا اللي بيقدموا المحتوى ده ناس محترمه، على علاقه كويسه بيهم جدا جدا جدا، اعرفه او ما اعرفوش، ناس كتيره جدا من اللي بيقدموا محتوى اخواتي وحبايبي، حتى لو ما فيش ما بيننا تواصل يعرفوني، لان يعني زي ما قلت لك انا يعني من اول الناس اللي ابتدت الموضوع. فبالعكس انا مش بسوق والله لنفسي، ناس كتيره بتقدم محتوى كويس جدا جدا عندي او عند غيري، ولكن انت لازم يبقى عندك الاداه. دي حاجه اساسيه يعني. طبعا بالنسبه للسؤال بتاعك لموضوع الاول ودلوقتي، بص يا احمد، انا اقول لك بصراحه، ويا ريت المتلقي يفهم اللي انا هقوله. ممكن اقعد مع حد اتكلم معاه
يطلع منه كلمه واحده، حرفيا كلمه واحده، الكلمه دي تفهمني تاريخه كاملا. ما تسالنيش ازاي، ليها اساليب وليها دراسات، ولا الحاجات دي انا بتكلم عليها برضه، يعني الحمد لله فضل من ربنا. يعني انا مش شاطر، ده هو ربنا يعني الحمد لله اللي فضلني يعني. انا عايز اقول ان من الاخر انا النهارده ليه اقعد اسمع لواحد بيدس السم في العسل؟ يعني هل يعقل ان واحد مثلا يبقى خارج من علاقه وحشه، علاقه سيئه حرفيا، مبهدلاه وهو كان مع حد مش كويس، وخارج بتراكمات نفسيه صعبه، هل ده انسان اقعد اخد منه معلومه؟ انت شايف ايه؟ على حسب هو اتعلم من الغلطات اللي في العلاقه القديمه وطبق الصح وشاف الصح، فجه يقول لك انا كنت بغلط في كذا وطبقت الصح في كذا، ماشي. او حد لسه خارج طازه من علاقه ما عندوش اجابات على الاسئله اللي جوه دماغه وجاي يطلع عقده على الناس اكنها نصايح. الله ينور عليك. الناس اللي هتلاقيها بتتكلم بمنطقيه وموضوعيه، هتلاقي الناس اللي فعلا ممكن يكون حصل له كده وخرج وبدأ يقول للناس او يعرف الناس المساوئ اللي حصلت معاه او الغلطات اللي كان بيعملها، او بيحذر من النوعيه اللي كانت معاه. تمام. لكن هل يعقل ان انا النهارده اعمم على كل النساء مثلا او كل البنات ان هم كائنات واحد اتنين تلاته؟ ده ما يعقلش. في فرق، في يعني في طبيعه، الطبيعه دي عندنا كلنا، الله ينور عليك. لكن التربيه بتفرق. يعني الله انا ينور مثلا عليك. غريزتي كراجل ممكن يكون في غرائز مش احسن حاجه. مثلا في رجاله يقول لك انا احب ان انا اعرف بنات كتير، دي غريزه. لكن الدين والمجتمع واخلاقك وقيمك ومبادئك هي اللي بتقول لك لا ما تعملش كده. الدين محدد لك مثلا 4، التزم بالاربعه، ولو انت مش قادر تعدل ما بينهم التزم بواحده. لكن كغريزه انا اعرف 14. في بنات عندهم غرائز مش احسن حاجه، مظبوط. زي مثلا ان هي ممكن حته ان هي تعرف حد مثلا لمجرد ان اللي معاها ما بقاش احسن حاجه، حتى وهم لسه موجودين ممكن تفكر ان هي تبص لبره. دي مش احسن غريزه، لكن الدين جاي يحجمها، المجتمع جاي يحجمها، الدين شرع الطلاق عشان المواقف اللي زي دي. فالغريزه ممكن ما تكونش كويسه، لكن ممكن يكون احنا بنحاول نحجم الغريزه. طبيعي ان انا يبقى كانسان لازم يبقى عندي مرجعيه دينيه اخلاقيه بتحكمني، بتحكم تصرفاتي، بتقاوم سلوكي، بتعرفني الصح من الغلط عشان اقدر اعيش صح. طيب انا اللي انا بقوله ان يعني صوابع ايدك مش زي بعضها. في ناس كويسه لسه موجوده، ولكن زي ما انت قلت غريزيا في طباع مشتركه، محدش يختلف على الكلام ده، ولكن مش كل الناس زي بعضها. بالظبط. فده اللي انا كنت بقوله، اللي انا بقول ان انت يا حبيبي لما تيجي تاخد كلام من مقدم محتوى لازم تبقى عارف اول حاجه مرجعيته ايه، الاخلاقيه والدينيه. لازم تبقى فاهم الراجل اللي بيتكلم ده هو اصلا بيتكلم بصفته ايه. ادي رقم اتنين. رقم ثلاثة، التراكمات اللي عنده. يعني انا النهارده مثلا زي ما قلت لك اطلع اشتم في كل الناس؟ لا، انت اكيد عندك مشكله خلتك تتكلم بالطريقه دي، اكيد عندك تاثير نفسي خلاك تتكلم بالطريقه دي. ومن هنا ظهر الايه، المصطلح بتاع مسوخ الايه، بالظبط، مسوخ لسه الرد هقول لك مسوخ او الرد. مسوخ التوعيه. فانا لا، انا لازم النهارده كمتلقي يبقى عندي الفهم الكافي على الاقل. لو انا داخل على حاجه لازم يبقى عندي الفهم الكافي ان انا قاعد باخد الكلام ده من مين، خبرتك ايه، عندك كام سنه. يعني انا النهارده يطلع لي واحد مع احترامي لكل الناس عنده 18 17 سنه 20 سنه، انا بقدم محتوى توعوي، حضرتك قدم محتوى توعوي زي ما انت حابب. ولكن وانا عندي 13 سنه حضرتك انا كنت بفكر في الكوره، ما كنتش بفكر في الستات، يعني ما كنتش بفكر في الماني بيل، ما كنتش بفكر ان انا نفسي ابقى رائد اعمال، كنت بفكر في الكوره. حتى انا عندي 16 سنه كنت بحب العب كوره. ممكن تقول لي في الاربع سنين دول حضرتك عملت ايه؟ لكن ان انا النهارده اما اجي اخد، يعني ممكن الناس تقول لك مش بالسن، هو فعلا مش بالسن، ولكن الخبرات الحياتيه مطلوبه. يعني انا النهارده راجل عندي 35 سنه، انت راجل برضه داخل في ال 30. انا النهارده لازم يبقى عندي راجل لما بيجي يقدم لي محتوى، الراجل ده لازم يبقى عنده خبرات حياتيه، بالذات لو في الموضوع ده بيبقى شاف وعمل وجرب وجاي بيجيب لي الخلاصه على طبق من ذهب. منتور، يبقى في منتور في حياتي، انت فاهم قصدي؟
لكن انا بتكلم ان انا مثلا اللي هم المسوخ او الشاب الصغير اللي هو حرفيا لقى ان الموضوع سهل وبسيط وبيجيب مشاهدات فبطلع اتكلم فيه. حضرتك لا تفقه شيء، انت حضرتك بدل ما بتصلح انت بتدمر. انا ما اعرفش انت اصلا طالع بتتكلم بناء على انهي خبره. فالموضوع ده برضو مش ظاهره غريبه بصراحه، يعني مستغربها، فاهم؟ بستغرب للناس المتلقيه. فكل واحد حر، كل واحد حر، ولكن انا بنصح اي حد، اي مقدم محتوى انت على فكره كل الناس اللي انت ذكرتها حبايبي وبحبهم جدا وبحب غيرهم، ناس محترمه وناس جميله جدا قسما بالله بحبهم اخواتي. في ناس كتير عندها بقول لك خبره حياتيه لكن انا النهارده يعني شاب صغير او مسخر بيلي بيطلع يشتم ويقول وسط الست ما اعرفش بتعمل ايه والست. ما يا حبيبي الست اللي بتعمل وبتسوي دي ما هي ربتني، ما هو في ست ربتني وفي ست ربت احمد هيثم وفي ست ربتك وي 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 وي, وي. ما يعني ما تعملش اسقاط على الكل، انت فاهم؟ ما ينفعش، ده مش طبيعي. زي ما في رجاله حلوه وفي رجاله مظلومه وفي رجاله بتتظلم حرفيا ويبقى معاهم ستات مش كويسه، في رجاله برضو مش كويسه. انا بيجي لي استشارات اقسم بالله عجيبه يا احمد، رجاله حرفيا لا عايز يشتغل ولا عايز يصرف على البيت ولا عايز يصرف على العيال، مخلف ممكن يبقى مخلف عيل او عيلين. ده الراجل المفروض جوزت ليه؟ يعني انت بتتجوز ليه؟ انت مش بتتجوز عشان تبني اسره محترمه، اسره متدينه، اسره عندها قيم واخلاق؟ حضرتك بتتجوز ليه لما انت هتعمل كده؟ لما انت معلش هتخلي عيالك يعني يحتاجوا مثلا للغريب او ليه؟ فزي ما في ستات مش كويسه في رجاله برضو مش كويسه. فانا مش هعمل اسقاط ولا هنا ولا هنا، بالعكس اتكلم بكل منطقيه وموضوعيه، واي حد او اي حد من الجنسين عنده مشاكل هنتكلم فيها. خلي بالك انا اوقات كتير في الحته بتاعت تطوير الذات والحته دي ان شاء الله هنتكلم فيها انا وانت، مش كلام عشوائي زي اللي انت بتسمعه في اي بودكاست لا لا لا، او عقليه الثراء او الماني بيل مثلا يقول لك ريسك، خد ريسك هنتكلم في النقطه دي. لا انا بتكلم فيها بجد، انت فاهم؟ فانا النهارده زي ما بقول لك لازم اللي عنده مشكله اواجهه بمشكلته. انت كراجل عندك ايه؟ وريني عملت ايه. انت بتتمنى، ما كلنا بنتمنى يا حبيبي. انا قاعد دلوقتي بتمنى واحمد هيثم قاعد بيتمنى، كلنا قاعدين بنتمنى، ولكن انت كراجل ممكن تقول لي ايه الاليات اللي عندك اللي تخليك قادر تتمنى وتحقق؟ فزي ما بقول هنا حلو ووحش، برضو هنا في حلو ووحش، مش اسقاط، ما ينفعش. صحيح صحيح، لازم يكون في حلو ووحش، ودي سنه الحياه، ربنا هو اللي طبيعي خلق الخير وهو اللي خلق الشر. طبيعي. بس ارجع واقول لك برضو ان الفكره، مثلا انت قلت مسوخ الريد بيل، برضو الريد بيل كثقافه هي مش وحشه، هي بس الناس بتشرحها بطريقه مش كويسه. مظبوط في مرحله اسمها غضب ما بعد الادراك. مظبوط. اي حاجه انت بتعرفها جديده بتصدمك بتغضب. الغلط بقى ان حد في مرحله الغضب دي وهو لسه جديد في الاكتشاف الفلسفه دي، اي توعيه عموما مش شرط كلمه ريد بيل، بس التوعيه بالذات نفسها انت هتغضب. ما ينفعش وانت في مرحله الغضب دي تاخد رد فعل او تطلع تنصح ناس مظبوط بطريقه مبنيه على الغضب ده، مظبوط. ان انت لسه ما ادركتش. يعني مثلا قناتك اسمها افهم دماغ البنات. حلو. ليه؟ عشان انا عايزك تكون علاقه كويسه مع بنت كويسه، تخطبها وتتجوزها وتكون حياه كامله معاها، اسره بالظبط، هو ده الهدف. ويمكن انت قلت الحته مهمه جدا، الحاجه المنتور. انا شايف ان السبب ان احنا محتاجين نوعي اصلا هو غياب المنتور. ما انا مظبوط. مثلا كابن او كولد او كراجل، المنتور بتاعي في الطبيعي بيكون ابويا. مظبوط. طب لو ابويا اصلا ما كانش عنده منتور فهو محتاج منتور. او مثلا ما كانش عنده اب، او كان عنده اب بس اب مش راجل حقيقي، اب كان راجل طري، او في شيء من الانوثه، وده مش عيب في الانوثه، لكن كراجل انت مطلوب منك تكون راجل، وكانثى تكوني انثى. مظبوط. فدلوقتي لما انا يغيب عندي دور المنتور في المجتمع، حاسس في حلقه مفقوده، حاسس كان في ناس المفروض تربي ما بقتش موجوده، بقت ناس محتاجه تتربى. اب محتاج يعرف اجابات بدل ما يكون عنده اجابات. فممكن ده السبب اللي خلانا احنا نطلع نتكلم في الموضوع ده. مظبوط صح. فهل انت شايف ان مشاكل المجتمع كانت هتتحل فعلا لو كان في كل بيت في منتور اللي هو الاب؟ هو طبيعي ان المفروض السلطه الابويه او التوجيه الابوي يعني يكون موجود في كل بيت، ولكن للاسف يعني يعني في حالات فقد، موت، غياب الاب،
فده بيعمل مشاكل وانا في جمله مهمه قوي عايز اقولها لك. الجمله دي والله العظيم يا احمد بجد الجمله دي هتجيب من الاخر. انت عارف ايه اللي بوظ المجتمع؟ ايه؟ ان حرفيا ما يعني لا الراجل قام بدوره ولا مم. الست قامت بدورها. صح. كل واحد خد دور التاني. صح. فده اللي بوظ المجتمع. عارف لو كل حد كان قايم بدوره صح، الست في بيتها معززه مكرمه قاعده بتربي الاولاد تربيه سليمه، هي متربيه تربيه سليمه متعلمه تعليم كويس، الاب بيكدح وبيشتغل وبيتعب وبيجتهد عشان خاطر يخلي الاولاد مش عايزين حاجه، ما فيش حاجه في نفسهم. الست بيجي لها كل اللي هي عايزاه. لو كان كل واحد حرفيا قام بدوره ما كنتش هتشوف اللي بيحصل دلوقتي صح. بجد. صح. فوجود المنتور، يعني وجود المنتور اساسي. زي ما بقول لك، انا يعني عملت حاجه يعني اتمنى ربنا يتقبلها مني. انا في المجتمع عندي كده كل شهر الحمد لله الشباب اللي يعني ابهاتهم توفت وهم في سن صغير، دول اشتراك مجاني مدى الحياه طول ما المجتمع شغال. اتمنى يعني ربنا يتقبل حاجه زي دي مني، واتمنى ان انا اكون فعلا بعمل حاجه صح. يعني انا بقعد دايما اسال نفسي والله، هل اللي انا بعمله ده صح؟ طب هل انا مقصر في حاجه؟ طب يعني هل الجيل اللي طالع ده فعلا بيستفاد؟ فاتمنى يعني. دي حاجه كويسه قوي الصراحه، وانا بحييك عليها. وطبعا انا شايف ان لو حد محتاج اب فانت تكون رول موديل ليه او منتور ليه، بتجاوب على الاسئله اللي هو هيحتاجها في الاجتماعيات عموما. يعني انا شايف في حاجات اجتماعيه لازم يكون حد لافف ودار وشاف وغلط واتعلم هو اللي علمها لك، وده في الاغلب بيكون الاب. فلو حد ما عندوش الاب وانت هتملى الدور ده، فدي حاجه تحفه. بس ده عن نفسي انا برضو ساعات بتحط في الخانه دي ان انا منتور لناس، وانت نفس الكلام ده انا عليها ضغط برضو. انا عايز اعيش العيشه اللي انا ارضاها لحد بنصحه مظبوط. يعيشها. مظبوط. فلما بلاقي نفسي هعمل غلط مثلا، واحنا بشر وكل انسان خطاء، فبقف مع نفسي كده واقفه، بقى انت يا احمد هيثم تعمل كده؟ مم. فانت بتحس بالضغط ده وانت بتقدم المحتوى بالنوع ده. مش هضحك عليك، اوقات اصل انا نفس بشريه. يعني خلينا متفقين انا نفس بشريه، فطبيعي اوقات بحس بضغط واوقات بحس ان انا يعني محتاج اخد اجازه، محتاج ان انا اخد فتره راحه، محتاج ان انا اعزل شويه. طبيعي انا بشر. فالموضوع ده اوقات بيحصل، اوقات يعني ببعد، اوقات برجع. ولكن انا زي ما قلت لك هو الموضوع حرفيا دلوقتي نعتبره جزء من شغلي. خليني واضح وصريح، جزء من شغلي. لان أنا زي ما بقول لك يعني انا يمكن فضل من ربنا من اوائل الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده، او يمكن اول واحد يعني بدون مبالغه يعني. فالموضوع لا خلاص هو يعني المفروض يبقى شغل خلاص حرفيا، يعني يبقى جزء من شغلي ان انا بقوم بالدور ده مقابل كذا 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 زي ما بقول لك يعني. فبدات ان انا اخده شغل، وبرضه بيبقى فيه فترات راحه بس مش يعني مش هضحك عليك، اوقات بحس بالضغط صح بيحصل. صح. لان طبيعي انا بقول لك انا نفسي بشريه وبتحله بالراحه. اه انا محتاج اخد، انا دي اللي انا هعمله بعد البودكاست ده. انا هاخد اه فتره راحه، مم. هعمل كام حاجه كده عائليه، بعدين ناوي اصور كورس ان شاء الله، وبعدين ناوي ارجع للبودكاست تاني باذن الله. انا عايز اقول لك الكورس بتاعك يعني ان شاء الله هيبقى من اقوى الكورسات. لان انا بجد احمد هيثم على معرفتي الشخصيه بيك والله ومش تطبيل بحلف بالله، انت شاطر قوي قوي في موضوع الجيم جدا. يعني انا دايما اللي يجي يسالني عن شيت تيست او جيم او اقول له احمد هيثم ده بجد. زي ما بقول لك انا الحته بتاعت الاداه التحليليه والحتميه النفسيه والكلام ده انا متخصص فيه حرفيا. ولكن موضوع الجيم ده فانا مستني الكورس بصراحه بجد. ده شرفنا والله. الله يعزك. احنا فتحنا موضوع الكورس، في حاجه عايز اذكرها، إن احنا اتكلمنا عن المسوخ والناس اللي بتاخد الكلام زي ما هو. مم. انا لما عملت كتاب الاختبارات حلو. عملت فصل كامل. انا مثلا كنت بقول اختبار كذا الرد الغلط كذا والرد الصح كذا. تمام. مش انا كان ممكن اسهل على نفسي وازود امثله اكتر بكتير من اللي موجوده واخليك حافظ ردود وخلاص؟ مظبوط صح. فممكن اعمل كده. مظبوط. لكن انا قلت ايه؟ لا، انا هحط امثله شامله بس مم. مش كل حاجه في الدنيا. مم. ان انا مهما حاولت انا مش هعرف احط كل حاجه في الدنيا برضه، خلينا واقعيين. طب انا عملت ايه؟ حطيت طريقه الرد. اي اختبار يحصل لك في الدنيا، اي سؤال انت مش عارف ترد عليه، اي مأزق حد يطلعك مسرح
ازاي تتعامل مع الاختبارات البشريه دي، لان هي بتحصل من البنات والرجاله من بشكل اكتر. في العلاقات دي حاجه سايده شويه، لكن الرجاله بتعمل لك شيت تيست برضه، الشغل اللي بيحصل فيه شيت تيست، مظبوط ودي الاجزاء النفسيه اللي انت بتتكلم عنها كويس. فانا حطيت طريقه الرد على اي اختبار. الفصل الثالث عندي الطريقه دي اسمها كذا، تستخدمها كذا. مثال عليها اهو، حطيت موقف واحد، نفس الموقف ده طلعت عليه 6 ردود. مم. ليه؟ بالدماغ. صح. فانا كاتب لك معادله تستخدمها. فانا ده اللي خلانا نتكلم في الحته دي، ان احنا مش عايزين نخلق ناس بيردوا نسخ مكرره من بعض. احنا اتكلمنا عن الجيم اللي كانت مشهوره في امريكا في اوقات. كان في حد اسمه ميستري كان مشهور قوي في الموضوع ده 2008 2007 2005 الاجزاء دي. الموضوع مات لي هناك ان كان في مسوخ كتير حافظين جمله معينه، دي هقولها لو انا عايز اكلم بنت، فهو يروح لاي بنت يقول لها الجمله دي. الموضوع اتشهر هناك واتعمل برامج في التلفزيون واتعمل كتاب مشهور وكل الناس قرته. فانت ماشي في الشارع اي حد يشوف بنت عايز يكلمها يروح يقول لها الجمله دي. طب ما انا عرفت، هو يروح يقول لها الجمله تقول له انت قاري كتاب كذا بتاع كذا. فالموضوع باظ. ليه؟ لان الناس حفظت الجمله نفسها، ما فهمتش السيكولوجيه اللي وراها ايه. لان السيكولوجيه ممكن تكون كويسه بس انت فاهم او حافظ الجمله مش فاهمها. ده اللي احنا بنحاول نعمله، ان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه، مش مجرد حافظه وخلاص. وده شايف ان ده بيجي فعلا لما حد يعلم حاجه يكون عايشها. يعني مثلا لو انت هتتكلم على الماني بيل، فانت ما شاء الله فعلا انت ناجح في حياتك. بتتكلم على توعيه، بتتكلم على تحسين شكل وتحسين صحه، انت بتعمل الحاجات دي بالفعل. فانت مش بتدعي او مظبوط. بتقدم محتوى انت مذاكره من كتاب، اللي هو انت مش مدرس من الاخر، انت منتور. فدي نقطه كويسه جدا جدا جدا. تخش بقى على ايه قصه العصير اللي قدامي ده. العصير اللي قدامي ده يا سيدي ده فراوله على بنجر على افوكادو. طيب الناس كتيره بتسال يعني ايه السر في الموضوع واشمعنى العصير ده بالذات. بص، خلينا عارفين ان انت كراجل او كست عمر هرموناتك تمام زي الفل. انت جاي في وقت انت كام على العصير اصلا. لا لا جميل. لا يا حبيبي، حلو يا حبيبي، تسلم ايدك. انت كراجل او كست طبيعي انا النهارده عشان اصلا اظبط هرمونات جسمي، يعني خلينا نتكلم كراجل مثلا، التست عندك المحرك الاساسي ليه الدهون الصحيه، افوكادو. طيب ثواني يا جن، يعني انت قصدك تقول ان الدهون مش زي ما اي حد عايز يعمل ترند يطلع يشتم في الدهون ان هي غلط؟ هو في دهون صحيه وفي دهون مش صحيه. احنا بنتكلم دلوقتي في الدهون الصحيه اللي هي الافوكادو، ده من الدهون الصحيه، من ضمن لسته الدهون الصحيه. تمام. طيب الفراوله فيتامين سي، فيها نسبه حديد و البنجر بقى، البنجر ده اللي عمل الرئيس. في بوست انت كنت مشيره، اه فاكره؟ بتاع البنت اللي اسمها ايوه. كان غريب شويه كده. كان بتتكلم، عشان اللي ما يعرفش البوست، البنت دي كانت بتتكلم منزله صوره بحث، هو صوره بحث غلط يعني، او هي فاهمه البحث غلط، البحث صح بس هي ترجمتها للبحث غلط. بتقول ان الراجل لما بيعدي ال 30 هو اللي بيبقى عنده مشاكل في الخلفه، والبنت لا. جايبه رسمه للراجل او الذكر ورسمه للانثى، يقول لك احتماليه التشوهات الجينيه اللي بتحصل لما الراجل بيخلف وهو معدي ال 30 اكتر من البنت. طبعا الكلام ده غلط، وهي كانت قاريه البحث غلط. وانا كحد دارس جينات، انا خريج علوم وكان عندي دراسه للجينات وطبيعه التحور الجيني والتطور الجيني عموما في الحيوانات كلها مش بس في البشر. فقلت لها لا، الكلام ده غلط والصح كذا كذا كذا. لكن الجن بيقول دايما ان في حاجه اسمها حتميه نفسيه، كل واحد بيقول كلمه فعنده دافع وراه. الله ينور عليك. فطالما هي قالت كده، وفي بنات كتير اتفقوا معاها في الكومنتات تقول لك ايوه ده معدي ال 30 وبيهنج، معدي ال 30 ولو طلع السلم يقعد يريح على كرسي، ده اول ما بقى 35 سنه خلاص في السرير اخره 5 ثواني وينام. فانت بتقول لي البنجر، هل البنجر ممكن يحل المشكله دي؟ خلينا متفقين ان هو هنقول الحته بتاعت الحتميه النفسيه دي احنا ممكن نتكلم فيها يعني شويه، بس خلينا دلوقتي في البنجر يعني. وانا النهارده لما فعلا لو هناخد ان هي بتتكلم صح، وفعلا في جزء من كلامها صح،
انا النهارده لما اقعد من وانا عندي حرفيا مثلا 13 14 13 14 سنه، ببتدي بقى احب بقى البرجر واحب الاكلات بقى اللي هي الان هيلثي والحاجات اللي هي فيها سكريات جامده وفيها دهون بطريقه بشعه انت مستني ايه يحصل لكبدي؟ مستني ايه يحصل لاوعيتي الدمويه؟ مستني ايه يحصل لجسمي؟ انت حاطط على جسمك حرفيا. الاوعيه الدمويه بتبقى مسدوده. وخلي بالك الاوعيه الدمويه، حته الاوعيه الدمويه دي انا ليه بتكلم فيها؟ لان الموضوع ده يخص البنجر قوي. النهارده راجل عنده 30 سنه او 35 او 40 او 50 عنده مشاكل مثلا في العمليه في العلاقه مثلا، العلاقه الحميميه مثلا. بينهج عموما، بتحس ان هو تعبان دايما، فاكس ليه؟ في العلاقه تعبان برضه. ليه وعنده ضعف انتصاب مثلا او ضعف جنسي. ليه؟ مم. ما هي الآلية اللي بتوصل دم مش مظبوطه، مسدوده. مم. والسدد ما انت ما بتحسش بيه فجأة، لا ده تراكمات سنين. مم. انت فاهم؟ يعني مش فجأة كده ده اتسدت، لا مفيش الكلام ده. مم. بتبتدي ان هي تتسد واحده واحده واحده، العروق او الاوعيه الدمويه تتملي دهون، السكريات تبتدي مش عارف يحصل ايه. نيتريك اوكسيد اللي موجود في البنجر. اكسيد النيتريك. انا عايز اقول لك اكسيد النيتريك ده او النيتريك اوكسيد حرفيا بيشتغل بعد ما بتشرب او بتاكل البنجر بساعتين. بيعمل ايه؟ بيوسع الاوعيه الدمويه. طب انا النهارده وسعت الاوعيه الدمويه بتاعتي، ممكن تقول لي ما هي النتائج المترتبه على الموضوع؟ قلب مرتاح، دقات قلب مرتاحه، ضغطي بدل ما هو عالي ضغطي بقى واطي او مظبوط، ودقات قلبي مظبوطه. تمام؟ الاوعيه الدمويه نظيفه وواسعه. بيوسع فاهم؟ الاوعيه. بيوسع الاوعيه. فاهم؟ انا دلوقتي بالتبعيه ايه اللي هيحصل؟ ما انا كل الدوره الدمويه اللي في جسمي وكل الاعضاء الحيويه اللي في جسمي شغاله كويس، الانتصاب شغال كويس، ان في الدم رايح له. الدم رايح له. ما بضطرش للاسف ويا جماعه ركزوا في الموضوع ده بالله عليكم، ما بضطرش ان انا يبقى النهارده عندي 30 و35 و40 سنه اجري على الصيدليه انا عايز الحبايه بتاعت يوم الخميس. انا يعني ليا ايه حبايه حد يوم اعرفه الخميس؟ متجوز عنده قد 26 سنه، مم. عايش على الحبات. طيب حلو قوي. الحبايه دي شغلها بيعمل ايه؟ اول حاجه بتزود ضربات القلب جدا. تمام؟ بتعلي الضغط، فبالتبعيه انا ضغط عالي وضربات قلب زياده، يعني ضخ دم ايه؟ اقوى، عشان يعدي لا مؤاخذه في المواسير المسدوده عشان يوصل دم للي انت عايز توصل له دم. صح. فبالتبعيه برضه بيجي عليك اوقات باضرار، في ناس بيجي لها جلطات، صح. في ناس يعني انت يبقى عندك 30 سنه ويحصل يا ابني انت 40 سنه انت لسه شاب، يعني صح. اللي هو انت. فيا جماعه بجد بجد اللي مش هيهتم بصحته لا يلومن الا نفسه. صح. خلاص يعني انت مش مهتم بصحتك، مش مهتم باللايف ستايل بتاعك، طب انت عايز ايه؟ انت مستني معلش مستني ايه يحصل؟ ما لازم واحده زي دي تطلع تقول لك الامر واحد اتنين تلاته اربعه، وفي رجاله، ما عشان فعلا في رجاله كده. لان برضو على فكره في حاجه غريبه انا عايز اقول لك عليها، بتغيظني الحاجه دي بصراحه مش هكدب عليك. اصل انا الحياه واخداني، اصل انا الشغل واخدني. انت عايز تفهمني ان انت ما عندكش حرفيا 10 دقايق تجهز فيهم بوكس في الاكل بتاعك؟ او انت مروح البيت تكلم مراتك او تكلم والدتك او تكلم اختك تقول لها اعملي لي واحد اتنين تلاته اربعه؟ حجج فارغه. انت فاهم؟ يعني بجد بجد ناس عندها بتعلق فشلها الذريع على شماعات، حاجات غريبه. انت يعني 5 دقايق ما انت بتقعد تاكل. طب انت ما عندكش وقت؟ هل ده عذر؟ يعني انت مثلا اقنعتني ما عندكش وقت، يا عم انا متفق معاك ما عندكش وقت. يقول لك انا اكل من الشارع مثلا او اكل من مطعم. ماشي، انت بتقول لي ما عندكش وقت، ما مين اللي هيتضرر؟ انت مش انا. الله ينور عليك. او هتاكل من المطعم، طب بدل ما بروح اكل من المطاعم الغير معروف اصلا هي بتاكلني ايه، الصوصات غريبه واسامي غريبه و حضرتك. صوص الهالبينو اوف بتاع. والله ضحك بجد بجد. يعني انت ممكن تقول لي حضرتك الصوص اللي انت حاطته لي على الكيكه او على البرجر او على الفراخ ممكن تقول لي مكوناته ايه؟ ممكن تقول لي هو معمول من ايه؟ عايز تاكل روح كل حاجه على الاقل يعني حاجه مثلا مشويه مضمونه معروفه،
اكل رز ما فيهوش مشكله، كارب حلو جدا، يعني نوع كارب جميل جدا. فرايدي تشيكن وبرجر وما اعرفش تاكل فرايد وحاجات، تشيكن عارف وبرجر. حاجات حرفيا انت ما بتحس، انت بتاكل انت بتستمتع، مم. ما بتحسش بالزيوت، الزيوت اللي هي بتخش عروقك وبتترسب والكالسيوم اللي بيترسب في عروقك قله وقفتك في الشمس وما بتاخدش فيتامين دي انت كل ده انت بتعملوش. فانت عايز يحصل ايه؟ عايز يبقى عندك 30 سنه وبتهنج، وعندك 30 سنه واوعيتك الدمويه مسدوده، عندك 30 سنه وانت حرفيا من اقل مجهود بتنهج. فما تلومش الا نفسك. صح، ده مش ده نفس. فطبيعي واحده زي واحده اي مش هي بعينها، ولكن طبيعي اي واحده تطلع تتكلم تقول لك ده فعلا في رجاله بيحصل لهم 1 2 3. بس ما خليش السم بالعسل بقى، يعني الرجاله في رجاله بتنهج، بس ده الاسباب زي ما انت قلت، مش بسبب جيني ان هو لو عدى لا 30 سنه هيعمل تشوهات في انا الخلفه. عايز اقول لك في حالات، الكلام ده بجد، راجل تلاقيه مثلا عنده 70 سنه جاي بيشتكي من ايه؟ عنده ضعف انتصاب. ضعف انتصاب وانت عندك 70 سنه؟ هو حضرتك اصلا بيجي لك انتصاب دلوقتي؟ بيجي لي والله العظيم بجد، فاهم؟ بيجي لك انتصاب، بيجي لي انتصاب. طب يا حاج انت بقى يعني انت عايش حياتك ازاي؟ مفيش والله يا ابني، بقف في الشمس وباكل خضار من الغيط وباكل حته لحمه وانام. انا جدي انت كان انت جدي كان انت متخيل؟ ف لا في شباب كتير فعلا ضايعه، ولكن هو الموضوع ان في رجاله عندها 60 و70 سنه وبتخلف على فكره، صح. مفيش مشاكل. وعايز اقول لك برضو معلومه الناس ممكن تحبها وممكن ما تحبهاش. يا جماعه الخير، الست لما بنقول بتعدي ال 30 وده بابحاث ودراسات طبيه معتمده، البويضات بتتاثر وبتقل، ونسب الخلفه بتقل. بس هل ده يمنع ان هي ممكن تخلف في ال 40؟ هي ممكن تخلف في ال 40 بس امر ممكن ربنا، تتعب. دي حاجه في ايد ربنا كده طيب، كده. لكن هي كاس ام في كسوق جنسي في الزواج، هل الست في الاربعينات بتبقى ضايعه؟ في ستات ما عندهاش الكلام ده، في ستات اوجه انطلاقها ونفوذها الجنسي في الاربعين. بس ده مش السيد لا ده. مش السيد بس موجود. فانا لازم برضو ابقى يعني لازم ابقى بقول كده وبقول كده، لان في معتقدات كتير جدا غلط، انت فاهم يعني؟ في رجاله كتير فاهمه الموضوع غلط. بس طبعا نصيحتي بالبكر الصغيره، البنت الصغيره البكر، ده يعني دي ما فيهاش خلاف، النقطه دي ما فيش خلاف يعني. اي حد حتى لو راجل عنده 40 سنه اتجوز عندها 20 سنه، ايه المشكله؟ صح. انا طول ما انا عندي عقليه الوفره طبعا عقليه الوفره دي بالمناسبه انا اسف يعني اللي الناس فاهمها غلط، ان انا لازم ابقى ماشي مع 20 واحده لا لا وبنام مع 30 واحده وفي 50 واحده معلقهم. عقليه الوفره يا حبيبي معناها عقليه الوفره السليمه او سليمه المنهجيه، ان انا ابقى راجل عندي المقومات والقدرات على ان انا اتطور وان انا ابقى احسن ماديا اجتماعيا ثقافيا. لكن عقليه الوفره ان انا لا. عندي اوبشن. فانا لما يبقى عندي الاوبشن ده هيبقى عندي اختيارات ايه؟ اوسع، اختيارات احسن. مش بس كبنات، كحياه، يعني انا مثلا متجوز متخانق مع مراتي، وانا ما عنديش حاجه ثانيه اعملها في حياتي غير القعده مع مراتي. عندي خيارات تانية في يومي، عندي الله ينور هوايتي، عليك. عندي عيلتي، عندي الله صحابي، ينور عندي عليك. شغلي. حتى اجتماعيا يعني احنا حتى بنقول التطور مش تطور مادي فقط ولا تطور جسماني فقط، لا، هو كمان في المكانه الاجتماعيه. صح. انت النهارده بتحاول على قد ما تقدر ان انت تبقى احسن، ان انت تطلع، ان انت لو في شغل معين تتطور فيه وتكبر فيه، فانت بتطور نفسك على كل حاجه. فبالتبعيه هيبقى عندك عقليه الوفره، عقليه الوفره اللي بتتيح لي خيارات كتير جدا 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 تخلي الناس تتقبلني وتحبني وانا ابقى مطلوب. فدي عقليه الوفره السليمه، مش اللي هم بيروجوا عنها يعني. لا انت، هو اصلا الشرع قال لك اخرك 4، تعرف 20 بنت، انت كده جاي تهزر يعني، دي مش عليه توفر. احمد في ناس جايبه الموضوع كوبي بيست حرفيا، يقول لك اصل الالفا في الريد بيل او الالفا اللي في الغرب يعني بيعرف 10 20 عشان يبقى عنده خيارات متعدده، عشان لو واحده ما ظبطتش دي تظبط. انا عندي مرجعيه اخلاقيه ما بتقوليش اعمل كده. بص انا جربت قبل ما اخطب، كنت بشوف ما انا ايه احسن اوبشن، فعرفت. لا انا جت عليا فتره بجد كنت ممكن اخرج مع 20 بنت في اسبوع واحد عادي، بس انا بقيت منهك نفسيا وذهنيا وجسديا. الموضوع مش صح.
فعلا الشرع لما حدد لك 4 فهو انت فعلا اخرك 4. هتزود واحد عن ال4 لا، الموضوع مش هيبقى صحي. انا جربت طبعا مش كجواز يعني كاصدقاء عادي، بس لا الموضوع ما كانش اللي هو. وخلاص واحد خطب والدنيا بقت بالنسبه له اللي هو لا، مش محتاج تعمل كل ده. يوم ما لو انت عايز تفكر تعرف اكتر من البنت، مش شرط تعرف بنت فعلا، بس يكون عندك العقليه ان انا زي ما عرفت دي اقدر اعرف غيرها. ودي مش عقليتي انا او عقليه جن، انا شايف العقليه دي جايه من القران. هو مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في خلاف مع زوجاته نزل ايه في القران؟ هتبقوا مطيعين وهتبقوا كويسين وتتوبوا تمام تكملوا. طب مش عايزين تعملوا كده هتنفصلوا، وربنا هيبدل الرسول بزوجات خير منكم. فمثلا انت متجوز ومراتك في مشكله معاها، او خاطب وخطيبتك في مشاكل ما بينكم، انت مش لازم تجبرها تسمع كلامك. يا بنت الناس عايز تسمع الكلام ده على عيني وعلى راسي. طب مش عايزه، ربنا يبدلني بواحده اخير منك ويبدلك بواحد اخير منك. مظبوط مظبوط. ده عقليه الوفره اللي احنا يعني انا شايف المنهج الصحيح اللي تسند اي حاجه ليه هو القران. مظبوط طبعا طبعا. لازم يبقى عندي مرجعيه اخلاقيه دينيه زي ما قلت لك بتقاوم سلوكي، بتعدل سلوكي، بتعرفني الصح من الغلط، بتعرفني ايه الحلال وايه الحرام. لان من غيرها يعني حرفيا الناس ممكن تبقى حيوانات يعني، فطبيعي. بالظبط هيبقى اكتر من حيوانات كمان، حيوان وعنده تفكير كمان بيساعده على تعزيز الغريزه صح. اصلا، فلا تبقى مشكله صعبه جدا جدا. فكان نستشف ان في مشاكل في المجتمع، وفي خلط ما بين التفسيرات من الناحيه الانثويه والناحيه الذكوريه. مظبوط. خلينا نسال سؤال كمان. هو انا يا جن لو بتكلم مع الناس واجي اتكلم والاقي وانا بتكلم حد بيقاطعني ما بيسمعنيش، وانا بتكلم الاقي نفسي مش عارف اقول اللي انا كنت قاله جوه دماغي، او لما بتكلم الناس اللي يقول لك انا قلبي على لساني ودبش فبقفل الناس مني، ايه الحل في الحاجات اللي زي دي؟ اول حاجه ما فيش حاجه اسمها انا دبش، ما ينفعش تبقى دبش. وحضرتك مش بتتعامل مع بقر، يعني انا اسف في الكلمه، يعني بتتعامل مع بشر. صح. ناس عندها مشاعر، ناس عندها احاسيس و... وعنده يعني بيتاثر نفسيا و انا لازم يبقى عندي ذكاء اجتماعي. يعني ايه ذكاء اجتماعي اصلا؟ ان انا اعرف اسمع الناس، اعرف اتكلم مع الناس، اعرف اكون دوائر جديده، اعرف ان انا انخرط في الدوائر دي، اعرف ان انا كل دايره من الدوائر اللي حواليا ايه اهتماماتهم، بيحبوا ايه. طب انا لو بقيت موجود وسطهم ايه اللي المفروض ان انا يعني اعمله، اتكلم معاهم ازاي، لما حد يجي يوجه لي كلمه اسمعه ازاي، اتقبل النقد، اتقبل الراي الاخر. شباب كتير للاسف بسبب زي ما قلنا التربيه الغلط والمجتمعات الغلط يفتقد لابسط ادوات الذكاء الاجتماعي يعني. فالموضوع ده يعني انا بشوف ان انت الناس اللي شاطره في الذكاء الاجتماعي او الناس اللي عندها ذكاء اجتماعي في شقين او في نوعين. نوع جينيا بالفطره هو طالع ذكي، عنده مكر، عنده دهاء اجتماعي، بيعرف يحبب الناس فيه، بيعرف فعلا زي ما بقول لك يسمعهم، يتقبل النقد، يتكلم معاهم، ينصحهم نصيحه ما تخليش اللي قدامك ينفر منك. وفي نوع تاني بيتعلم، انت فاهم. وفي نوع تالت ما عندوش اصلا، اللي هو الدبش بقى، اللي يقول لك انا دبش. مفيش حاجه اسمها انا دبش. ما حضرتك دبش، انا ايه اللي يرغمني ان اتعامل مع حضرتك وانت دبش؟ المفروض ان انت صاحبي مثلا بقالك مثلا 5 6 10 سنين، فانت دبش، فانا متعود اللي هو صاحبك على عيبه. لا، ما هو انا ما بحبش، انا كانسان مثلا ما بحبش كده. مفيش حاجه اسمها انا دبش. في حاجه اسمها تراعي اللي قدامك زي ما اللي قدامك بيراعيك، تتكلم معايا كويس زي ما بتكلم معاك كويس، تفهمني زي ما بفهمك، تسمعني زي ما بسمعك، فاهم. لكن يقول لك انا ايه يعني ايه دبش؟ لا. فالحته دي لازم الانسان. بص يا احمد، انا عندي قناعه كده، آه قيمه الفرد يا احمد، قيمه الفرد حرفيا في اللي بيقدمه لغيره من منفعه، واخلاقك وسلوكك. هي دي قيمتك. سيبك من الفلوس، وسيبك من الشهره، وسيبك من العربيات والفلل والستات، وسيبك من مونte كارلو والله بتكلم جد. سيبك من كل الحاجات دي. ممكن حضرتك
تقعد معايا نتكلم بمنطقيه واسالك سؤال وترد عليا واقول لك حضرتك هتعيش كام سنه؟ 300. طب بعد ال 300 هتروح فين؟ صح؟ طيب ما دام انت عارف ان انت فاني وان انت هيجي لك يوم، ليه النهارده ما تبقاش حياتي بنفع نفسي وبنفع غيري، واقل حاجه اقدر اقدمها لنفسي والغير ان انا يبقى عندي اخلاق؟ ايه المشكله؟ بجد اسال نفسك، ايه المشكله لما يبقى عندي اخلاق؟ وايه المشكله لما ابقى ذوق مع الناس؟ وايه المشكله لما اترك اثر طيب للناس، ان انا اعمل خير؟ اصل انت هتعيش كام سنه زي ما بقول لك. يعني مثلا استغرب على الناس اللي هم بيبقوا مثلا، يعني العمر سرقهم. طبعا هو الاعمار بيد الله، ومفيش صغير على الموت ومفيش كبير على الموت، يعني كله اعمار بيد الله. لكن مثلا نفس الفتره اللي انت عشتها كبيره قوي دي، ولسه عندك سلوك غريب، يعني انت هتعيش كام سنه؟ هتعمل ايه؟ فهمني. ما هو انت النهارده كقناعه انت عارف انت هتروح فين، فليه انت بتعمل كده؟ فانا بستغرب بصراحه. بس انا اللي اقدر اقوله لك ان قيمه الانسان حرفيا، ودي من وجهه نظري، في الحاجه اللي انا بقدمها لغيري كمنفعه، ان انا فعلا مش كلام متزوق والله، بس فعلا ان انا بقدر اقدم للي قدامي ايه، بقدر اساعده ازاي، وبساعد نفسي اولا ازاي، وان انا ابقى ذوق مع الناس. اقل حاجه اقدر اقدمها للي قدامي يعني. ف الذكاء الاجتماعي مطلوب. الذكاء الاجتماعي مهم، ومش مهم على نطاق العلاقه مع اهل خطيبتك او مع خطيبتك او مع مراتك او مع اهلها او مع اخواتها او جيرانك، حتى في شغلك. انت بتلاقي واحد محبوب جدا، واحد الناس بتحبه، واحد الناس بتساعده، واحد الناس حرفيا يعني لو قال لهم انا مش عارف ايه تلاقي كله واقف معاه. وتلاقي واحد تاني مكروه. ايه السبب؟ يا حبيبي ما هو سلوكك السبب. انت عندك سلوك، السلوك ده ترجم ان انت يا الشخص ده المقبول اجتماعيا والناس بتحبك، انت فاهم؟ يا عندك سلوك بيخلي الناس تنفر منك. فهي الحسبه حسبه ايه؟ ذكاء اجتماعي، معاملات. طيب واحد يجي يقول لي انا ما عندي، انا صفر حرفيا في الذكاء الاجتماعي. انا عايز اقول لك ان اللي هيعلمك بجد ذكاء اجتماعي في كتب، وفي منتورز، وفي ناس زيك والحمد لله زيي وزي اخواتنا اللي بيقدموا نفس المحتوى. ولكن النصيحه الاهم والاغلى حرفيا، صدقني، الشارع والمعاملات وان انت تنخرط مع الناس هو ده اللي هيعلمك الذكاء الاجتماعي، لانك هتغلط وهتتعلم. وانت هنا بتتعلم عملي بقى حرفيا، مش من كتاب ولا من منتور. انت هنا بتغلط، فتعلمت في الموقف ده ما كانش ينفع اعمل كده، فالموقف اللي جاي مش هعملها. ده اللي بيعلم وهو ده اللي بيأسس. الاثنين مع بعض، يعني لو انا بتعامل في والاثنين الشارع مع ومعايا بعض منتور اسرع بكتير ده واقوى بكتير بكتير. جدا واقوى بكتير جدا. عشان كده دايما يقول لك ايه، يقول لك في الخطط اللي بتوديك ناحيه عقليه الثراء، يقول لك لازم يبقى معاك منتور في حياتك. صح. يعني ايه منتور؟ يعني راجل بيجي عدى بواحد اتنين تلاته اربعه، فانت داخل على الواحد واثنين وثلاثه واربعه دول، فهو بيجي ياثر عليك المسافات، بيقول لك اعمل كذا على طول. فده بيأثر عليك فعلا المسافه، بيخليك اللي هو بدل ما انت كنت هتاخد كم الوقت ده زي ما المنتور ده عمل، لا هو جه اثر عليك المسافه وفادك على طول. فان يكون في حياتك فعلا منتور وعملي، طب يعني. دي حقيقه، المنتور بيفرق جدا. انا ممكن الخص اللي انت قلته ان الذكاء الاجتماعي يتمثل فيه اكون عارف الناس بتقول ايه وسامعهم كويس، واكون عارف انا بقول ايه وفاهم انا بقول ايه كويس. ده الف ب ذكاء اجتماعي، ومن هنا نبني بقى الفوق. مظبوط. عارف انا بالنسبه لي مين اكتر حد عنده دهاء، او اكتر اتنين انا شفتهم عندهم دهاء؟ ان دايما تلاقي الامثله بتتضرب بالناس اللي بره، ان احنا في ثقافتنا عندنا ناس اجمد 100 مره. مظبوط. عمرو بن العاص مم. رضي الله عنه، رضي الله. راجل دهاء، مش ذكاء اجتماعي، لا ده عدى الليفل بتاع الذكاء، كلمه الذكاء قليله سيدنا عليه. خالد بن الوليد برضه ده داهيه معاه داهيه، في داهيه المعارك. لكن مثلا حتى عمرو بن العاص لقبه داهيه العرب. تخيل داهيه العرب، العرب دول اللي هم ناس يعني احنا بنقول بتعيش في الشارع وكده، مظبوط. لا انت العرب كان هم الشارع نفسه. صح. ده قبائل وجبال وبيئه صعبه وبيئه كحله زي ما بيقولوا، مش البيئه اللي هي ميسره.
وده كان دهيه الناس اللي هم اصلا اقل واحد فيهم زمان يجي هنا يعمل ملك. مظبوط. انا احكي لك موقف. كان في مره ماشي لوحده، كنت عارف الناس زمان مفيش بقى عربيه، مفيش بقى اللامبورجيني، لا هو بيسافر على رجله، ولو معاه جمل يبقى كده هو راجل من عولة القوم، الناقه بتاعته. فهو كان ماشي وطلع عليه قطاع طرق، كانوا كتير عليه، كانوا 4 ولا 5 تقريبا، وهو لوحده، هم معاهم اسلحه، هو معهوش اسلحه. فحد مسكه وحط ايده كده عليه، واللي هو ايه، خد كل اللي معاك. قال لهم خلاص ادي كل اللي معاك، فلوسي فلوس ايه، حاجتي حاجتي ايه. بس قبل ما تاخدوها اقول لكم حاجه مهمه جدا. مين رئيسكم اللي ماسكك ده؟ وانت اللي ماسكني؟ طب على فكره بقى، انا عندي مرض جلدي نادر، والمرض ده بيجي ل1% من الناس، واللي بيلمسني بيموت، فلو لمست حاجتي هتموت. راح كلهم جريوا. مين اللي فضل معاه؟ رئيسهم. انت تفضل معايا عشان لو مشيت معاهم هتموتهم، انا وانت نموت مع بعض، وانا هديك كل فلوسي، لو انت هتعيش تبقى خدتها. اول ما مشيوا مسك رئيسهم قتله. قال له انا قلت لك ان انا عندي مرض، بس ما قلتلكش ان المرض هو دهائي. شوف كان، لا داهيه. الاعلى منه بقى معاويه بن ابي سفيان. مم. ده مسك عمرو بن العاص خلاه حد شغال معاه. مم. يعني ان عمرو بن العاص داهيه العرب. معاويه بن ابي سفيان كان عنده حاجه اسمها ايه، الحلم، اللي هو اه يعرف يحتويك، اه يعرف يسمعك. ذكاء اجتماعي. اهو زي ما انت بتقول، يعرف يسمع اللي قدامه، ويعرف امتى يشد. وكان عنده عليه حلو قوي. انا عايز اشد عليه، بس انا عايزك تحبني، فانا ممكن اخلي حد تبعي هو اللي يشد عليك، فانت تيجي تشتكي لي منه فانا صالحك، بس انا اللي اصلا بعت لك الشده دي. كلمني يا جن عن عقليه الثراء، وهل ده بيبقى جيني ولا حاجه ممكن تكتسب؟ بص، هو مبدئيا في عقليه ثراء جيني، ده بتبقى حتمتك الجينيه، تمام، وفي مكتسبه. انت راجل بتتعلم، راجل بتفهم، بتشوف الدنيا محتاجه ايه دلوقتي، فبتبتدي ان انت تلبي طلبات معينه السوق محتاجها، تمام. آه يعني في زي ما بقول لك حتميه جينيه، وفي انت بتتعلم، تمام. بس هو انا الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان انا بجد بجد انا ما فادنيش، او انا يعني ما اتعلمتش صح الا لما كان الموضوع ان انا انزل اطبق عملي. يعني ايه عملي؟ يعني مثلا انا بحب يعني شغل المطاعم، وانا الحمد لله من الناس الشاطره جدا جدا ان انا اقدر يعني افتح مطعم كويس، المطعم ده يعجب، او الاكل اللي فيه مثلا يعجب 95% من الناس. لان انا زي ما قلت لك، انا كعقليه ما عنديش الافتكاسه، شغل الافتكاسه و... وان انا افتكس، وان انا اعمل صوصات غريبه، واعمل ما اعرفش ايه وايه وايه، كل ده كلام فاهم انا ماليش فيه. انا بحب اعمل استندرات، وهي دي الفكره. خد بالك، المطاعم اللي بتنجح بتعمل استندرات. يعني ايه استندرات؟ يعني انا النهارده مثلا هعمل مثلا آه يعني اي صنف، اي نوع اكل، تمام. مش هقعد بخترع بقى واحط ما اعرفش ايه واعمل ايه ومش عارف ايه. هو في اختراعات بتبقى حلوه، في اختراعات بتبقى بتعجب الناس، بس برضو الاختراعات دي لازم تبقى ستاندرز. يعني ايه ستاندرز؟ يعني حاجات ثابته، ثوابت. يعني انا مثلا رايح اكل مشويات، اكيد مش هاكل مشويات مثلا عليها بشاميل بالسكر وغرقانه في الملوخيه وعليها صوص ام علي وصوص ام حسن وصوص ام حسين. كلام فاضي حرفيا، انت فاهم. واللي بياكل الاكل ده هو بيعق، انت فاهمني. الفكره ان انا اعمل اكل ثابت. الكلاينت اللي قدامي او العميل اللي قدامي لما يحب هو يخترع، او يحب يعني يزود حاجه، يضيف حاجه، يعمل حاجه، هو حر براحته، انت فاهم. براحته، هو عايز بقى يحط صوص ما اعرفش ايه، عايز يعمل ايه. لكن انا بقدم لك الحاجه طعمها حلو، جودتها عاليه جدا جدا جدا، المكان نظيف، الهيجين مظبوط، الناس اللي شغاله صحتهم كويسه، معمول لهم شهادات صحيه، الناس اللي قاعده شغاله مثلا في خدمه العميل مباشره، مش في المطبخ. عنده ذكاء اجتماعي، انسان بيفهم، انسان شكله كويس، انسان لبسه كويس، ريحته كويسه. فالموضوع انا ما اتعلمتش كل الكلام ده الا من العملي. دي حاجه. تاني حاجه، انا بصراحه
في حاجه ما بتعجبنيش واقولها بصراحه يعني، غير ما ازوقها يعني. يقول لك ايه؟ يقول لك تلاقي رائد اعمال مثلا او حد مثلا، فاهم، عنده مثلا مجموعه شركات او يعني حد فاهم، حد قوي ماديا يعني، تلاقيه يقول لك نو ريسك نو فن. طب هو حضرتك ممكن تشرح لي اصلا يعني ايه ريسك بجد؟ يعني انا نفسي رائد اعمال لما يجي يطلع يتكلم، نفسي يشرح لي ما معنى ان انا اخد ريسك. انت ما بتقوليش، انت بتقول لي خد ريسك، بس انت ما بتقوليش يعني ايه ريسك اصلا. يعني انت ما بتفهمنيش يعني ايه ريسك. طيب دلوقتي مثلا هديك مثال بسيط. احمد جن، خلينا نقول ان الراجل ده بيعرف يعمل اكل طعمه حلو جدا، موهوب فيه، آه يعني موهبه ربانيه حرفيا، الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله، موهبه ربانيه، بعرف اعمل اكل حلو، بعرف اعمل حاجات طعمها حلو الناس بتعجبها، اي حاجه فيها لمسه. انت عارف الاكل نفس يعني. تمام. هو ليه احمد جن ما يستغلش الموهبه دي في ان هو يجيب منها فلوس؟ يعني ليه ما يستثمرش في نفسه، يتعلم اكتر، يطور من نفسه اكتر، يجرب حاجات اكتر، ويبتدي ان هو من خلال ال ال من خلال الموهبه اللي عنده يقدر يجيب منها فلوس، يقدر يترجم موهبته لفلوس. طيب احمد هنا مطالب بايه؟ احمد هنا مطالب انه ياخد، ركز بقى ودي الحته اللي هم مش بيقولوها، احمد هنا مطالب انه ياخد الريسك في الحاجه اللي بيفهم فيها وبيحبها وعنده شغف فيها. لكن انا ما بقاش مثلا انا بحب مثلا التجاره وبتاجر مثلا في كاوتش العربيات. انا وعيلتي مثلا من الاف من مئات السنين يا عم بنتاجر، او من 50 سنه بنتاجر في كاوتش السيارات. وابقى قاعد مع صحابي كده، انت فاهم، انا لسه شاب، ابويا بيتاجر في الموضوع ده وعمي وخالي وما اعرفش ومين، والمفروض ان انا قاعد مع صحابي على القهوه، اللي هي القعدات اللي كلنا قعدناها حرفيا بدون مبالغه يعني، وكلنا عايزين نعمل مشروع، عايزين نعمل مشروع، ويجي يقول لك ايه؟ يقول لك ايه رايك ما نعمل مشروع مثلا، نربي فراخ. طب ما تيجي نعمل مصنع ما اعرفش ايه. اللي هو حاجه انت اصلا لا مجالك، ولا انت بتفهم فيها، ولا انت عندك شغف فيها. ده يا حبيبي مش ريسك، انت كده بتدمر نفسك. انا عندي ان انت تعمل الكلام ده لما تبقى حضرتك عندك حاجه اسمها قوه واستقلاليه ماديه، تخليك تخاطر في حاجات انت ما بتفهمش فيها، ولكن ممكن يكون فيها نسب ايه؟ ربح. لكن الريسك يا حبيبي بيتاخد في اللي انت بتعرفه، في اللي انت بتفهم فيه، في اللي انت بتحبه. انا النهارده جرافيك ديزاينر مثلا، فانا شاطر جدا، شغلي حلو جدا، آه، بفهم قوي، والناس بيعجبها شغلي جدا في الحته دي. اجازف ان انا ممكن افتح شركه، فاهم، شركه تصميمات، ان انا اعمل تصميمات، ان انا الشركه تتطور، يبقى بقى بعد كده ديكورات، بعد كده ما اعرفش ايه، اخد ريسك في الحته بتاعتي. لكن انا جرافيك ديزاينر هروح اخد ريسك في ان انا افتح محل كباب وكفته؟ يعني تهريج. فهو بيقول لك خد ريسك وما بيفهمكش يعني ايه ريسك، ما بيقولكش تاخده ازاي، تاخد ريسك ازاي، تعمل ايه، تشتغل ازاي، اركز على المقومات اللي عندي. زي ما بقول لك كده، ما في شباب كتير يا عم. انا جت عليا فتره انا ما اتولدتش جامد على فكره، وانا ما بعتبرش نفسي جامد. انا بعتبر نفسي، انا لسه كنت بقول الكلام ده في محاضره والله يا احمد، انا بعتبر نفسي لسه لحد الان هتعلم، وهفضل طول عمري اتعلم، وحتى لو عندي 60 70 سنه هفضل اتعلم، وهفضل، ركز بقى في الجمله دي، وهفضل ادور على الحكمه بتاعت ربنا في كل حاجه بجد. تمام. طيب زي ما بقول لك، انا ما ينفعش ابقى بفهم في حاجه واعمل حاجه تانية. فين الريسك؟ ريسك في الحاجه زي ما بقول لك، اللي بفهم فيها، اللي بعرف اشتغلها، اللي معلش يعني، طبيعي يعدي عليا فترات ممكن افشل، ممكن ما يعني ما الموضوع ما يجيبش همه في الاول، ممكن مثلا يحصل مشاكل نوعا ما في حتت معينه، انت فاهم، كل شيء وارد. ولكن
كل ده يتحل لو انا الحاجه دي عندي شغف فيها، مصر ان انا انجح فيها، اجرب مره واثنين وثلاثه، لان انا عندي المقومات اللي تخليني انجح، عندي الموهبه اللي تخليني انجح، عندي الفهم والدراسه والتوعيه اللي تخليني انجح. فهي دي النقطه اللي يعني انا يعني اسفا يعني رواد الاعمال بيطلعوا يقول لك ريسك ومش ريسك وكلام، فاهم، كلام متزوق، ويعني والمتلقي اصلا بيبقى قاعد بيسمع، هو حرفيا يقول لك اه ما اخد ريسك بقى، ما افتح، فاهم، رب انا واصحابي شويه فراخ كده حلوين او نفتح شركه ما اعرفش ايه، وتلاقيه بيفشل وتلاقيه بيخسر وتلاقيه بيكره حياته وبيكتئب. يا حبيبي ليه؟ طيب واحد يجي يسالني دلوقتي سؤال تاني، انا ما عنديش موهبه وما بفهمش في حاجه وما بعرفش حاجه حرفيا، مع ان غالبا يعني النوعيه دي من البشر بيبقوا قليلين جدا، اكيد كل واحد فينا عنده شغف في حاجه، صح ولا غلط؟ طبيعي. طيب بص يا حبيبي، انت لو اديت لنفسك 6 شهور او 8 شهور تقعد تتعلم مهاره معينه، صدقني هتنجح. والموضوع ده متجرب مع ناس كتير جدا 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 جدا، ان انا عندي حاجه معينه بركز عليها بقعد اتعلمها، اليوتيوب ما سابش حاجه، تمام، الكورسات ما سابتش حاجه، بقعد اتعلم بقعد بركز حتى لو انا ميح زي ما بيقولوا، وما عنديش اي نوع من انواع الفهم او الموهبه في اي حاجه، بقعد اتعلم في الحاجه دي بركز فيها، كانك يا حبيبي قاعد بتتعلم سنه من عمرك، كانك في جامعه، حتى لو سنك كام مفيش مشكله، مفيش حد كبير على التعليم. انا بقول لك كلنا بنقعد نتعلم حرفيا، بقعد اسمع لاحمد هيثم وبقعد اسمع لمحمد علي وبقعد اسمع لبنج وبقعد اسمع مش عارف لمين وبقعد اسمع لابو كرتونه وبشوف كل واحد بيفكر ازاي وكل واحد بيعمل ايه، بحب اسمع للناس كلها، احب اسمع لرواد الاعمال الحاج محمود العربي، انا يعني يعني الراجل ده قدوه بالنسبه لي، من ضمن الناس اللي انا بحبها، من ضمن الناس اللي انا الله يرحمه كنت بقعد اسمعهم. الراجل ده راجل محترم، بحب اسمع الناس، بحب اشوف ده بيفكر ازاي، الاقي لنفسي الميثود دي اقدر ان انا انجح بيها. فلازم يا حبيبي تتعلم، مفيش حد كبير على التعليم. فانا زي ما بقول لك تقعد تدي لنفسك مهله سنه، مفيش مشكله، السنه دي اقعد اتعلم، اقعد اخد الموضوع من اوله لاخره، اعتبرها سنه دراسيه. لو انا ميح زي ما بيقولوا ما عنديش اي نوع من انواع الايه الموهبه، ولكن لو عندك الموهبه وعندك الشغف، ده بيأثر عليك المسافه جدا جدا جدا، حتى بيخليك تاخد الريسك بطريقه منمقه، بطريقه مدروسه، على الاقل على الاقل، حتى لو طبعا ده استحاله ان تخش مشروع او تخش حاجه من غير دراسه ومن غير ما تشوف الدنيا بتبقى ماشيه فيه ازاي، او يعني ايه الجوانب الغلط ايه الجوانب الصح، طب إيه اللي ممكن يحصل بعد 6 شهور، ايه اللي ممكن يحصل بعد سنه، لازم دراسه. بس على الاقل هيبقى انت عندك الشغف وعندك الموهبه اللي هيخلوك حرفيا بتتحط على اول الطريق وبتكمل وهتكمل، حتى لو فشلت واكتئبت بترجع تقول انا عندي المقومات وعندي الاليات وعندي الموهبه اللي بتخليني امشي في الطريق مظبوط. فدي نقطه كنت لازم نوضحها للشباب والناس اللي بتسمعنا، ان شاء الله يكونوا استفادوا منها. بس الحمد لله يا جن، انت دلوقتي قادر اللي هو الحمد لله ممكن تفتح مطعم والدنيا جميله دلوقتي، الحمد لله، ربنا يزيدك ويبارك لك يا رب. الله يسلمك. بس اللي انا عايز عشان محدش يفهم، بس اللي هو اتولد يفتح مطعم، هل انت اضطريت تشتغل في شغلانات تانية مالهاش علاقه بموهبتك لفتره معينه، ولا انت دايما في موهبتك طول العمر؟ لا انا اشتغلت شغلانات كتير جدا على فكره يعني، ومش كلام مش كلام متزوق يعني، مش كلام زي اللي مثلا بتسمعه في ما اعرفش مين بيقول ايه، لا انا اشتغلت بجد. يعني هو كان في مجال واحد بصراحه، عشان ما اقعدش الف وادور يعني، ما اقعدش احور يعني، هو كان في مجال واحد. كان بداياتي في شركه، الشركه دي كانت بتاعت منتجات غذائيه، منتجات البان وكده، سمنه وبتاع مش عارف ايه، اشتغلت فيها كل حاجه يعتبر يعني، اشتغلت في المصنع ايام ما كان لسه المصنع بدائي، حرفيا كنت بعبي المنتجات، فاهم، يدويا. كانت الارض، فاهم، مش عيب، انا مش مكسوف من الحاجات دي على فكره بجد، كنت طالب جامعي كنت بعمل كده عادي يعني، كنت الحاجه الارض مثلا ممكن اغسلها مثلا بالصابون السائل والسلك عادي، عشان طبعا انت عارف الحاجات بالذات اللي فيها منتجات البان وبتاع بيبقى فيه دهن يعني، بيبقى فيه دهن، فاهم، فبتزحلق وكده، فاهم، وانت بتبقى لابس كوزلوك يعني، اللي هيبقوا ناس فاهمه اللي انا بقوله، فبتتزحلق، فاهم، ممكن تتزحلق، فكنت بنعملها عادي بالسلك بالصابون السائل وبتاع، كنت بعمل كده.
اشتغلت في المخازن، كانت اوقات تيجي عربيات ويبقى مثلا كنت امين مخزن أو العمال مثلا مش موجودين او في اي مشكله، كنت انا بنزل المخزن وبشيل من على العربيه، انزل على الرصيف، ومن الرصيف ادخل جوه المخزن. كنت شغال بايه يعني، فاهم اللي هو انا لا يعني ما فيش مشكله. انا ما بص، انا الناس اللي تقول لك ايه ده مثلا طبعا ده بعيدا ان انا مش هنكر ان انا اهلي الحمد لله مش مخليني عايز حاجه، ولكن هو كان عندهم رؤيه ان انا لازم كنت اجتهد صح. عشان احس بالجنيه، يعني احس بالفلوس، فاهم؟ لان النهارده انت عندك مشكله، النهارده ممكن الشاب من كتر ما هو مثلا والده بيصرف عليه مثلا او والدته او حد من قرايبه، هو بيبقى حرفيا ما بيحسش بقيمه الفلوس فبيضيعها مثلا. بيبقى استهلاكي زياده عن اللزوم. هو طبيعي الانسان يبقى استهلاكي، بس مش الاستهلاكيه اللي يعني اللي هي اللي عمال على بطال، اللي هي الحاجات اللي ما فيهاش اولويات. يعني انا الواحد بيشتري اولويات، والواحد بيجيب فاهم الحاجات اللي يعني اللي محتاجها، الحاجات اللي هو آه الفتره دي او المرحله دي مثلا، زي مثلا الاساسيات وبتاع، ان انا ما بقاش بني ادم استهلاكي، فاهم؟ فالحمد لله اهلي ما كانوش يعني، ولحد الان الحمد لله بيقفوا جنبي وبيساعدوني، يعني ربنا يبارك لهم يا رب ويزيدهم من نعيم الله. ولكن انا زي ما بقول لك، هو الموضوع كان ان انا لازم احس بقيمه الفلوس، لازم احس ان انا يعني في هدف في الحياه. الفلوس ما بتجيش كده، الفلوس بتيجي بتعب، الفلوس بتيجي يعني انا دايما في جمله كده، وده من خلال خبرتي يعني، مفيش حاجه حقيقيه سهله، يعني مفيش حاجه حقيقيه سهله، يعني مفيش حاجه بتحصل لك حقيقي ان انت مثلا طبعا هو يعني طبيعي الانسان بيتولد رزقه مكتوب، زي ما الموت مكتوب له هيموت امتى، رزقك اللي هيجي لك بيجري وراك زي ما الموت بيجري وراك، انت فاهم؟ زي ما ليك ساعه رزقك مكتوب، ولكن في رزق بالسعي. ولكن زي ما بقول لك هو الموضوع يعني مش عيب، مش عيب ان انا اقول كده، ومش عيب ان انا لا لا. ابتدي بحاجات بسيطه، مش عيب ان انا اصلا. ودي بقى النقطه اللي انا عايز اقولها، ودي يعني ان شاء الله باذن الله ما يكونش حد قالها غيري. النجاح انا من وجهه نظري ان النجاح هو ان انت حرفيا تعرف تستثمر في نفسك صح، واستثمارك في نفسك انت كراجل كقيمه هي اللي هتجيب لك فلوس، صح. مش منتج ببيعه. يعني ايه مش منتج ببيعه؟ يعني مثلا مش يعني ماشي انا ممكن ابيع منتج واكسب وابقى شاطر في التسويق وابقى، ولكن هي القيمه الحرفيه او القيمه يعني القيمه الفعليه، قصدي القيمه الفعليه ان انا المنتج ده بينجح عشان انا اللي ببيعه. قيمتي في نفسي، قيمتي في استثماري في نفسي، انا بعرف استثمر في نفسي كويس، بعرف اثقف نفسي، بعرف اطور نفسي اجتماعيا، بعرف اطور نفسي ثقافيا، فبالتبعيه الماديات هتبقى قويه، المكانه الاجتماعيه هتعلى. كل ما الانسان الماديات عنده بتعلى، كل ما المكانه الاجتماعيه بتاعته بتعلى. تمام. فالانسان يعني زي ما بقول لك، هو الفكره كلها ان انا يعني استثمر في نفسي صح، والقيمه بترجع او اي نجاح بيرجع من استثمارك في نفسك وقيمتك انت نفسك. دي نقطه يعني ما اظنش حد قالها قبل كده، بعيدا بقى عن يعني يقول لك ايه البيرسونال براندنج وازاي اعمل بيرسونال براندنج وي ده ما يعني فاهم. ماشي تمام كلام كويس، بس انا زي ما بقول لك يعني انت تشتغل على نفسك في كل النواحي حرفيا، ما تسيبش حاجه، فاهم؟ جسمانيا يعني فاهم. عايز اقول لك، انت بتشوف كام واحد عنده 35 سنه، ده الكلام ده بجد، مكرش وشعره واقع ومش عارف بيعمل ايه وشكله. لا مش شرط ان عندي عديت ال 30 ولا 35 ولا 40 ان انا ابقى مبهدل في نفسي. بالعكس اهتم بصحتي، ما انا صحتي دي راس مالي، يعني انا الصحه نفسها هي راس مال البني ادم. انت من غير صحه مش هتعرف تعمل حاجه، مش هتعرف تفكر، مش هتعرف تشتغل بايدك، فاهم؟ مش هتعرف تبدع، مش هتعرف تنتج. فانا بشوف ان الانسان لازم يستثمر في نفسه اولا، وقيمته تبقى في نفسه، يجي بعديها كل حاجه. الشطاره بتيجي من كده. صح. بما انك ذكرت جزئيه الصحه، فده ياخدني على النقاش اللي مش حلو بينا، البلاك بيل. ماشي. انا عايزك تفهمني بالنسبه للجن ان البلاك بيل اللي انا عارفها ما اعتقدش ان ايه البلاك بيل بتاع الجن، فانت قول لي البلاك بيل بالنسبه لك ايه؟ بص، هي البلاك بيل كفلسفه
هي فلسفه سوداويه. مم. ليه؟ يعني الرواد بتوع البلاك بيل يقول لك ايه؟ يقول لك انت جيناتك هي اللي بتحكم وبتحدد دورك في المجتمع. مم. الناس هتعاملك ازاي، هتبقى مقبول اجتماعيا ولا لا، علاقاتك العاطفيه، جوازك، كل حاجه حرفيا في حياتك بتتحدد من ناحيه شكلك. جينات اللي هي شكل ولا جينات اللي هي شخصيه؟ الجينات الشكليه. الشكليه. البلاك بيل بتتكلم شكليه، تمام. مم. انا مقتنع ان مقتنع بايه؟ ايه ده بقى؟ بغض النظر يعني. لا اله الا الله. بلدي. غلط. بلدي والله. الحمد لله مشيوا. يعني انا مقتنع ان، بص، عندي قناعه تامه، يعني ما حدش يختار شكله، صح. محدش يختار جسمه، محدش يختار طوله. دي حاجات ربانيه وربنا اداها لك، ف انت مالكش تدخل فيها. بس انت ليك تدخل في حاجه، خد بالك. انت ليك تدخل ان انت تبقى مهتم بجسمك، مهتم بصحتك، مهتم ان انت مودك يبقى احسن بالتبعيه. يعني انت يقول لك ايه، العقل السليم في الجسم السليم، صح؟ ماشي، بس كده البلاك بيل سوداويه. طب ما انا طالما جينات هي اللي محدده كل ما هو احنا حاجه، بقى هتعمل خدناه، ايه؟ يعني احنا خدناه في حته تانية. يعني انا ما بقولش، يعني مثلا حتى الناس اللي بتيجي تشترك معايا في البلاك بيل، احنا بنهتم ان احنا نجيب اخر الجينات. يعني ايه اخر الجينات؟ يعني اخر جيناتك، انت فاهم؟ يعني انا مش هعرف العب لك في الطول مثلا، بس انت مثلا لو قبل ال 21 ممكن نلحقها شويه، فاهم؟ ان احنا ممكن مثلا كالسيوم مع فيتامين د، انت فاهم؟ فيتامين د وكي 2 بيودوا الكالسيوم في الاماكن بتاعته اللي هو العظم، يعني في كام حاجه. بس انا بتكلم في نقطه ان انت مش هتعرف تتحكم، يعني تغير في خلقه ربنا، الا ان انت تحسن الجينات. يعني انت حتى طريقه اكلك، ممكن طريقه اكلك تبقى مش كويسه فموقع جيناتك، تمام. ولكن الموضوع، طيب يا حبيبي، ال- جد مرحبا لا ابشر يا يشرف حاج. منك. جيب على لا يا خد يا رب، حاج، ربنا يكرمك. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك لعيالك يا رب، فيك شر المرض. الله خليك لعيالك اهم شيء في الله الدنيا. الله يخليك. عشان انت ابن حلال بان على وشك. الله يعزك. الله يخليك. البلاك بيل. ف يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا انا بجيب اخر الجينات، يعني بحسن، فاهم؟ بحسن اخر الجينات، اللي هو باكل كويس، بنام كويس، فاهم؟ الكورتيزول موقعه في الارض، هرمون التوتر والقلق، كل الكلام ده، انت فاهم؟ مثلا اللايف ستايل بتاع حياتي، ان انا ما بحطش نفسي في ضغوطات، ما بحطش نفسي في مشاكل. كل ده بيأثر بالايجاب على صحتك. ان انت ما بتعملش كل الحاجات دي بيأثر بالايجاب، فاهم؟ تبقى احسن، مودك احسن، نشاطك احسن، ابداعيا تبقى متطور ابداعيا. يعني حتى بيبقى عندك تطور ابداعي، انت فاهم؟ حتى في شغلك بتنتج في شغلك اكتر، فاهم؟ يبقى البلاك بيل كده مش سوداويه بقى. عندنا الحمد لله انا ماليش دعوه بغيري، عندنا مش سوداويه. عند غيري بيقول لك خلاص انت شكلك كده خلصت، روح انتحر. لا ما انا بحبش هنتحر؟ كده. انا ربنا خلاني لسبب، في حكمه. ثواني، يعني انت يا جن الناس اللي عندك قاعدين بيعملوا تمارين عشان يعملوا جو لاين؟ بص يا احمد، النقطه دي انا لازم اوضحها فعلا، كويس ان انت اتكلمت عليها. بص يا احمد، هو الوش ده عباره عن ايه؟ عضلات. يعني وشك فيه عضلات، تمام. بعيدا بقى عن البون سماش والكلام ده، انا ما بنصحش حد بالكلام ده ان هو يمسك شاكوش ويقعد يكسر، والكلام اللي احنا بنقعد كنت بهزر بيه انا ومنعم وبنج والكلام لسه ده. حموده مرينا فيديو حد يعني ده كلام، لان انت كانسان معكش الخريطه بتاعت اعصاب جسمك، فانت مش عارف انت بتضرب فين. فممكن تضرب مثلا في الزيجوماتيك مثلا، اللي هي العظمه دي، بتضرب فيها فيحصل لك مثلا اصابه، يحصل لك كسر، تضرب عصب معين. تضرب عصب. يعني انت معكش خريطه اعصاب جسمك، فاهم؟ انت ما تعرفش، وكل جسم غير التاني، وكل تكوين غير يعني تكوين جسمك غير تكوين جسمي، انت فاهم؟ انا بس بقول ايه، ممكن عضلات الوش تتمرن زيها زي اي عضله، انت فاهم؟ ممكن مثلا اهتم بشعري، ممكن اهتم مثلا بدقني، ممكن مثلا ان انا اهتم مثلا ان انا صحتي تبقى احسن، ممكن مثلا ان انا يعني رياضيا اتطور، انت فاهم؟ طب ايه التمارين اللي ممكن اعملها لوشي؟
التمارين اللي انا ممكن اعملها لوشي، وهتجيب فرق طيب هي وانا بص فعلا كبرت في السن. بص فاهم؟ هي بتبقى مرحله متقدمه شويه. يعني هي بتبقى في كورس البلاك بيل اللي عندي ده بيبقى مرحله متقدمه شويه، ان انا الاول اصلا بهتم بيبقى ليك نظام غذائي محطوط ليك انت مخصوص بناء على تحاليل، مش كده؟ فصيله دمك والتوصيات بتاعت فصيله دمك ايه، آه، يعني الجينات بتاعت والدك ووالدتك. منعم على فكره ضاف لي معلومه حلوه، ان الصلع الوراثي بيجي من ناحيه الام، فدي كانت معلومه بالنسبه لي كويسه جدا. الحقيقه وهم كانوا بيقولوا ان هم هيلاقوا علاج للصلع الوراثي يعني وكده. فهو الموضوع مترتب، يعني الموضوع مش عبثي. بس انا زي ما بقول لك، انت بتجيب اخر جيناتك، صحتك بتبقى احسن، شكلك بيبقى اروق، مودك احلى، حتى بيبان على صحتك يعني صحتك النفسيه بتعكس بدورها على شكلك. انا متفق معاك في كل ده، اه بس مثلا تقولي في تمارين ضروريه للوش زي اي عضله، برضه ايه التمرين اللي اللي هو ممكن اعمله؟ مثلا يعني مساج، بتمسج مثلا عضلات وشك، ماشي. مثلا بتهتم مثلا بسيروم معين انت بتحطه، مم. مثلا لما بتيجي مثلا تحلق، بتحلق مثلا. خلي بالك في رجاله كتير تستعي بالكلام ده، يقول لك يا راجل احنا رجاله ناشفه. هو انت عشان راجل المفروض ان انت يعني ناشف ما تهتمش بنفسك؟ طب ما انت بتيجي يا حبيبي تخطب وبيبقى فيه نفور، وبتيجي يا حبيبي تتجوز وبنلاقي على صفحات المشاكل الاجتماعيه كوارث. صح. في إيه يا جماعه؟ فانا النهارده ما فيهاش مشكله لما ابقى انسان شغوف بنفسي، دؤوب، بحب اتطور وبحب ابقى احسن و انا عايز اقول لك ان رجاله التوب 10 اللي هم الرواد اللي بيقولوا عليهم، اللي بيبقوا مهتمين بصحتهم وبمادياتهم وبثقافتهم واجتماعياتهم ومكانتهم مش فاكر، عايز اقول لك الستات بتعملهم ازاي، عجب. مم. المفهوم الرسمي للرغبه الحارقه حرفيا. مم. فانا من هنا بقول ان لازم الراجل يهتم بنفسه على كل الاصعده، مش بلاك بيل بس. وانا زي ما بقول لك البلاك بيل بتاعتي احنا بنقبل باللي ربنا كتبه لنا، القضاء الرضا بقضاء الله وقدره هو سر السعاده الابديه. ان انا برضى باللي ربنا اداهولي، ولكن انا بقدر اغير حاجات، الحاجات دي في ايدي اغيرها. رفيع جسمي يبقى كويس، تخين اخس وجسمي يبقى كويس. بالتبعيه الجسم لما بيبقى كويس الاعضاء الحيويه، كبدك، قلبك، اوعيتك الدمويه، البنكرياس، الكلى، كل ده بيبقى كويس، بينعكس عليك من بره. ثواني، يعني انت قصدك ان البلاك بيل عندي ناس تانية يا حتميه جينيه، يا شكلك حلو شكلك وحش، حلو هكرت المجتمع، حلو وحش خلاص روح له. انت عندك لا، انا بهتم بكل حاجه موجوده بالفعل عندي اقدر اوصلها لاعلى ليفل. مظبوط. انا شايف كلمه بلاك بيل بتظلمك. عارف ايه الكلمه المناسبه؟ التصعيد. انت عامل كورس اسمه التصعيد. كورس التصعيد ازاي بيخدم فلسفتك دي؟ يعني انا لو اشتريت كورس التصعيد دلوقتي تمام. ايه اللي هيحصل لي؟ هو كورس التصعيد انا ليه بقول عليه ان هو من افضل الكورسات؟ لان هو يعني لايف ستايل، في حاجات كتيره، معلومات ممكن يعني بنسبه، مش تمارين وش. لا مش وش، بنسبه 60 70% الناس ما تعرفهاش بجد. م. انا مش عايز احرقه يعني، بس هو في حاجات، هو لايف ستايل. وانا عملت، وانا يعني انا ليه فكرت في التصعيد، او ليه سميته كورس التصعيد اللي هو الاسندد لايف تايم اسندد؟ ان انا بشوف رجاله كتير زي ما اتكلمنا في الحلقه يعني من شويه. انت بتوصل 30 حرفيا و35 انت بتبقى مهنج، فاهم؟ ما بتقدرش تطلع الدور الثالث او الرابع. م. لا انا بقول لك على تريكات معينه وفي معلومات معينه، حاجات معينه بتعملها، انت بتفضل ما شاء الله صحتك كويسه، بتفضل محافظ على نفسك، بتفضل ان انت عندك تريكات كده معينه بتعملها حتى بعيدا. يعني كورس التصعيد ما بيتكلمش بس عن الاكل، كان في تمارين معينه، في تريكات معينه، في خضار معين الناس ما بتهتمش بيه وما بتدورش عليه، في محدش حاجات. يعرفه اصلا. انا قريت الكورس اللي ما... انا قريت الكورس، فانا عارف جني بيتكلم عن ايه. ففي حاجات انا واحد بيبحث، ودايما انا اصلا فلسفتي يا جن ان انا ابقى اعلى نسخه اقدر ابقاها. الله ينور سميها عليك. بقى ريد بيل بلاك بيل، انا عايز ابقى احسن حاجه. مظبوط. اخد من الريد بيل المناسب، اخد من البلاك بيل طبعا مش هاخد منها السوداويه بس، لو في حاجه بتحسن شكلي مظبوط. وفعلا بتحسن هعمل كده. وده اللي انت عامله، يعني انت عامل حاجه حلوه. انت مش بلاك بيل، بلاك بيل بالنسبه لي انا سوداوي، لكن انت بتصعد. مظبوط. انت عندك التصعيد. مظبوط. انا عرفت منك حاجات في الكورس ده انا كنت اول مره اعرفها. الله يخليك. ده بجد. وانت حكيت سر اللي انت ذكرته في الاول، لما انت كنت بتشيل نقلات في الشغل بتاعك ده، بتنزل ممكن تنزل كام كيلو
100 كيلو لوحدك. كنت بنزل والله يا احمد، كان ممكن يجي لي عربيه، بحلف بالله قدام ربنا، ربنا شاهد على كلامي، كان ممكن يجي لي عربيه 6 طن. بتنزلها لوحدك. 6 طن كنت اطلع عربيه جامبو، كنت اطلع اتشعلق على العربيه والله، اخد كرتونه كرتونه وانزل ارصهم على الرصيف. فكنت ممكن اخلص العربيه دي مثلا في 4 ساعات 5 ساعات، وكنت اخد بريك وكل حاجه، بس كنت اخد كده كرتونه كرتونه. الكرتونه الواحده 20 كيلو، كنت اخدها انزلها على الرصيف، ارص مثلا 10 وادي 10 كمان 20 30، وبعد ال 30 دول اقوم واخد ال 30 مدخلهم جوه في المخزن، وارجع اخد من العربيه تاني وانزل. ده كان يعتبر بيحصل لوحدك وانت شغال. والله، ده كان بيحصل، ده كان في عشريناتي. مم. يعني ده كان في 24 و25، يعني وانا عندي 24 سنه و25 سنه كنت بعمل كده. ويمكن الكلام ده كمان كان في المصنع قبل ما امسك مخازن وبتاع، كان في المصنع ممكن كمان كان من 19 والله. ومع ذلك انت قلت السر اللي خلاك تعمل كده في التصعيد. الله ينور عليك. ما هو بص، هو الانسان يعني، شفت انا بقول لك الراجل اللي بيجي عنده 70 سنه يقول لك انا عندي ضغط، يعني ده فاهم يعني. انا شفت دكتور بيقول الكلام ده، الدكتور مستغرب، فهو الراجل بيقول له يعني انا بشتغل في الغيط وباكل من الغيط وباكل حته لحمه كويسه بنام كويس. شكرا. ده اللي يخليك عادي. التصعيد بقى بيخليك فوق التصعيد العادي. عندك معلومات فيه مش عايز اقول بقى اللي هو الكلام فاهم، اللي هو يتزوى يقول لك ما وراء الطبيعه. لا، كلام علمي. هو سهل وممتنع. او سهل ممتنع. وكمان كورس التصعيد فيه ميزه حلوه، ان هو عدى على دكاتره، يعني في دكاتره بصت فيه وموافقين عليه ف باجماع، يعني باجماع الاراء، لان انا مش هينفع انزل حاجه من غير ما يبقى فيه فاهم اثبات علمي عليها يعني. فهو كورس التصعيد حتى بيشرح لك الاثبات العلمي، فاهم. دي حاجه تحفه جدا. وانت ذكرت نقطه وانت بتتكلم، قلت حاجه مهمه قوي قوي قوي. قلت العادات اللي بتحصل، لان راجل مثلا، لا انا راجل ناشف ما اهتمش بنفسه، ومحدش بيقول لك ادهن المرطب الايد، لا بس بقول لك اهتم بحاجات ضروريه في شكلك. برضو من الحاجات اللي الناس ماشيه وراها، ودي انا بسميها الاعراف الفاسده، او الاعراف اللي محتاجه تتغير. زي مثلا انا راجل ما ينفعش اهتم 1% بشكلي، لا ما تهتم بشكلك بس ما تافورش، ما تبقاش بنت. هو يا ابيض يا اسود، يا ما اهتمش يبقى مافور، طب ما انا ممكن ابقى في النص، مظبوط، اهتم بالضروري. مظبوط. برضه انا شايف، انا فلسفتي وسطيه عموما، انا مؤمن بحاجه اسمها الهوميوستاسيس. الهوميوستاسيس دي الحاله اللي في جسمك بيوصل لها لما بتعادل حاجتين عكس بعض. اي تفاعل كيميائي في حاجه اسمها ايكوليبريوم، اللي هو نقطه التعادل، تفاعل مستمر طول عمره، لكن هو مستمر انت مش شايف ان هو مستمر اصلا، ان هو وصل في حاجه اسمها تعادل. وده في الجسم كله. انت عندك هرمون مثلا التستوستيرون جامد، بس ليه نسبه معينه، زاد عن حدها هيضرك، طب قل عن حدها هيضرك. اي حاجه في الدنيا زادت بزياده، حتى لو هي حاجه مفيده، هتضرك. في عادات برضو زادت بشكل وحش. يعني اديك مثال مثلا انا عايز اتكلم عنه بالظبط. انا كنت قاعد مع حد في عيلتنا، وانت عارف ان انا خطبت، فهي كانت بتنصحني، فبتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه كعادات اجتماعيه، يعني ايه خايفه عليا فبتنصحني ايه الحاجات اللي ترفع من قيمتي. فبتحكي لي بقى عن بناتها ان هي مخلفه بنات، فبتقول لي ايه؟ بتقول لي انا بنتي لما هتيجي تتجوز هجيب لها 20 طقم ملايات و60 طقم فوط. فقلت لها ليه هم هيعملوا ايه؟ مظبوط. يعني قالت لي لا ده لازم، لو ما بتاع عملتش حلو. كده الناس تاكل وشي. ايوه. فانت شايف ان هل انا المفروض اعمل كده؟ هو ده صح ان الاعداد دي وده اللي المفروض انا ابقى مركز فيه؟ احنا لسه كنا بنتكلم على الاولويات. م. يعني انا مثلا ليه 60؟ طب ما كفايه 10. يعني ده انا لو عملت حسبه بسيطه جدا جدا، ان انا لو هستخدم مثلا ملايه كل يوم، كل يوم ملاية ما بيحصلش اصلا. ما بتحصلش، انت فاهم يعني. كل يوم ملايه، فاللي هو يعني 7 ايام 7 ملايات، وفي 3 احتياطي، فانا هغسل من ال7، فيبقى في لسه يعني ده يعني بص انا بقى واخدك فاهم يعني. احنا بنتكلم في حاجه اصلا يعني ما بتحصلش. صح. ف60 ليه يعني؟ خلي بالك المجتمع للاسف فيه في حاجات كتيره، السرديات المجتمعيه الغلط للاسف طلعت جيل ما بقاش فاهم هو ايه اعمله وايه ما اعملوش. هو بقى كله قطيع وماشي يعني ورا بعضه، انت فاهم. صح. اللي هو في حد ماشي ده الصح، يلا، مع ان على فكره ممكن ده يبقى غلط، بس هو خلاص هي الناس بقت مقتنعه، فاهم، بقت ثوابت عندهم، مع ان في اعراف كتير غلط كتير جدا. فلا انا طبعا لا، ولا اجيب 60 ولا اجيب. انا يعني انا حتى عندي قناعه كده، ده حتى انا ماشي بيها يعني انا نفسي.
بجيب الحاجه والله. يعني انا لسه والله كنت بكلم صديق مقرب ليا يعني، بقول له محتاج اجيب تليفون، فقال لي ليه تليفونك ماله؟ قلت له انت تعرف ان انا استهلاكي؟ قال لي لا. قلت له يعني انا دلوقتي لو بقول لك انا عايز اجيب تليفون، فانت لازم تبقى متاكد ان انا تليفوني ما بقاش نافع تاني، او تعب، او خلاص ما بقى يعني مش هيجي منه اكتر من كده. لكن انا طول ما الحاجه معايا شغاله خلاص. فانا بشوف الاولويات، بشوف ايه اللي في المرحله دي مناسب ليا. انت فاهم؟ وخلي بالك هي برضو عائليه الثراء فيها نقطه، انت ما بتبقاش مثلا زي اللي ايه، انا اسف يعني في اللي اقوله لو حد عمل كده، اللي بيروح يخش جمعيه ب 100,000 جنيه عشان يروح الساحل في الصيف. في ناس راجع اعرفها. نفسك والله بجد، ناس راجع نفسك يعني. انت فاهم انت بتعمل ايه؟ اسمع دي، حد راح خد حاجه بتقسيط برضه، مش فاكر كانت شركه تقسيط ولا تبع شركه السياحه نفسها. فاكر ماتش نهائي الاهلي في المغرب لما اتعمل نهائي اه مره واحده في المغرب؟ اه في ناس متدانه لحد النهارده عشان يحضر النهائي. ده اللي فعلا محتاج ان هو يراجع نفسه. صح. انا بقول لك يعني انت حرفيا بتريسك في حاجات ممكن توديك 60 داهيه. يعني انا بعمل جمعيه ب 100,000 جنيه عشان اخدها واروح اسافر الساحل، اقعد يومين في الساحل ب 100,000 جنيه. حبيبي انا ماشي بقناعه، انا بقى بكلمك دلوقتي عن جن. والله العظيم يا احمد، معايا فلوس الحاجه هشتريها، صح. معيش هقعد ساكت لحد ما يبقى معايا واشتريها. صح. لكن لا لا واغلب الحاجات انا عندي قناعه تانية بقى، انا مش هشتري حاجه الا لما يكون معايا فلوسها مرتين. لا زيك سيم. بس انا بتكلم اللي هو ايه، انا بتكلم في نقطه ان انا ما بروح ارميش نفسي في تفاهات وحاجات رفاهيات وانا اصلا الاولويات عندي تعبانه. صح. انت فاهم؟ يعني انا مثلا لابس مثلا جزمه مقطوعه ولا كوتشي مقطوع، مش هروح مثلا اجيب مثلا بلاي ستيشن مثلا ما اروح يا ابني ما تروح تجيب كوتشي يا ابني. فاهم؟ او اروح هات اولويات. مثلا يعني فاهم، هات الاولويات. فاهم؟ فالناس يعني السرديات المجتمعيه العبيطه، ويقول لك يا عم ده انا لو ما عملتش كده هبان ما اعرفش ايه، وانا لو حصل وحد شافني. يا ابني الناس ما بترضاش عن حد. انت ارضى عن نفسك، اجتهد، اشتغل، لما تلاقي النتيجه كل الناس هتبقى راضيه عنك. لكن هي كده كده دلوقتي الناس مش ترضى عنك حتى لو عملت لهم اللي لا مؤاخذه يعني، لو عملت البدع محدش يرضى عنك. ركز في نفسك وخلاص بس. ده الصح. وانت دايما لما هترضي حد هتلاقي حد تاني مش راضي. الله ينور عليك. بص لولا اختلاف الاذواق مم. لبرت السلع. صح. انت فاهم؟ انا مش عارف ارضي كل الناس زي ما قلت لك كده. انا النهارده قعدت اقدم توعيه 6 سنين، اقسم بالله مقدمين المحتوى اللي على راسي واخواتي وبحبهم اللي موجودين دلوقتي او ما بقوش موجودين، كانت الناس دي بتبقى موجوده بتشوفني في جروبات التوعيه وعلى صفحتي، و100 صفحه تتقفل لي وافتح واعمل واسوي، لدرجه ان انا وصلت دلوقتي على صفحتي الشخصيه خلاص ما فيش غيرها، وهو التليجرام. يعني الشخصيه والتليجرام معلش يعني. فاهم؟ لقيت الموضوع، فاهم، انا مش هعرف ارضي الناس كلها، حتى الرجاله اللي انا يعني مش عايز اقول في صفهم، بس بوعيهم. انت فاهم؟ وفي ستات برضو بنوعيها او بنقول لها خدي بالك من كذا وكذا وكذا. انت فاهم؟ برضو الناس مش راضيه. لا خلاص، عايز تسمعني VIP. غير كده انا مش ما بقتش متاح تاني ما بقتش متاح. لان بقول لك زي ما بقول لك يعني، انت فجاه تبقى قاعد نايم شغال بتاكل، انت بتتشتم وانت مش عارف. طب وانا ذنبي ايه؟ ما هو انا يا ريتني بقول حاجه مثلا مش صح، لا دي حاجه صح ومجربه وخبرات حياتيه وزي ما بيقولوا تجارب معمليه، وفي الاخر بتتشتم. يا عم خلاص، اللي بيحبني او اللي عايز يسمعني تعال اتفضل. ف بس عندك حق. انا اتمنى تعيد التفكير في الموضوع ده. ممكن تقسم حاجات تنزل عادي للعامه، وحاجات لا ما تنزلش. والله بص يعني اوقات بنزل حاجات على صفحتي على فيسبوك. انا ما عنديش غير فيسبوك. الانستجرام بتاعي شغال بس بصراحه ما بفتحوش كتير، لان انا بالنسبه لي الانستجرام ده برنامج افيك برنامج في تاريخ السوشيال ميديا، فانا ما بيجيش معايا بصراحه. فيسبوك وتليجرام هم اللي الفيسبوك والتليجرام على فكره دي جاي منها. على فكره عدى 4 مرات. بجد انا بالنسبه لي الانستجرام مش برنامج فيك بجد. انا الفيسبوك والتليجرام هم اللي انا معتمدهم، هم اللي شغالين معايا.
الفيسبوك عشان عليه من زمان قوي، وهي اصلا كانت بدايتي كانت فيسبوك. وطبعا التليجرام، لان التليجرام هو الفي اي بي، وهو الشغل كله في التليجرام احنا هننهي البودكاست، شكلنا عندنا طلعه. هننهي البودكاست، بس قبل ما انهي انا عايز اشكر شكر خاص جدا لاسلام، شكر خاص جدا لمنعم في كل حلقه للبودكاست. انا بحب منعم يا احمد ياسر جدا شخصيه بجد. طيبه جدا طبعا. ومحترمه جدا وعسل جدا، متهور شويه بس تهوره بيضحكني فانا موافق، بس انا بحبه، شخص جدع جدا جدا جدا. لولا ما كانش البودكاست هيظهر بالصوره اللي ظهر بيها، وانا ما طلبتش مساعده اصلا، ده هو جه ساعدني من نفسه، فانا بحب منعم جدع، وهو مجنون بجد، بس منعم من الناس الجدعه جدا بجد جدا. يعني انا بحب منعم والله بجد جدا، ولا وساعدني في حاجات انا كنت محتاج مساعده فيها وما كنتش عارف ان انا محتاج مساعده فيها. شكرا جدا لمنعم. شكرا لامين، امين زكي يا جماعه، الجندي المجهول. بامانه ده الجندي المجهول بجد. يعني امين زكي، ادمن عند احمد وادمن عندي. الراجل ده يعني انا بوجه له من المكان ده او من المنصه بتاعت احمد هيثم، بوجه له شكر، بقول له شكرا يا امين، وشكرا على مجهوداتك، وشكرا على ان انت يعني سعة صدرك ان انت بتسمع الناس وبتقعد تتكلم معاهم وبتساعد الناس كلها، فشكرا ليك بجد، جدع جدا يعني. جدا جدا جدا، من احسن الناس اللي عرفتها. بحب برضه اشكر عبد الرحمن راشد، البراندنج والديزاينز والحاجه اللي بتتعمل كفيجوال ايدنتيتي للبودكاست القناه عندي عموما، ودلوقتي برضه بيساعد جني في الموضوع ده. انا بحب راشد جدا برضه، جدع، وراشد بوتنشال حد في المجال بتاعه كويس بجد بجد، ربنا يوفقه يا رب. جدا شكر لكل الناس، شكرا لحمزه الدراوي، شكر خاص جدا 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 لعيسى حبيبي وصاحبي والعشره، وزيزو زيزو شكر خاص زيزو الامارات. زيزو الامارات. زيزو، اتمنى ما اكونش نسيت حد. كلكم انا بحبكم، كلكم كنتوا عوامل مهمه في نجاح البودكاست ده. برضو ما انساش شادي صاحب بنج، كان ليه دور في اختيار مكان التصوير لاول كام حلقه، كان عامل مهم جدا، عامل البودكاست اكنه بتاعه، كان دايما بيحاول يساعدني، فبرضو شكرا يا شادي. شكرا لبنج، شكرا لكل الضيوف اللي ظهروا معايا، مش عايز انسى حد، انا قلتهم في الاول كلهم. شكرا ليكم، وان شاء الله الموسم الجاي والبودكاست هيكون احسن. تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان لما الموسم الجاي ينزل تكون موجود. مجتمع جن وكورس التصعيد هتلاقيه في الديسكريبشن، كتاب لعبه الاختبارات اللي ذكرته في الحلقه برضه هيكون في الديسكريبشن، واشوفكم على خير ان شاء الله.